في عالم اجتاحته الوحوش والشياطين وساد الفقر في كل مكان، ولم يبق حجر إلا وتلوث بدم الأبرياء، ولم يبق قلب إلا واهتز من هول الفقر والظلم. ومقابل السلطة والازدهار باع أب لحم ودم ابنه إلى الشياطين. لم يأخذوا حياته بل أخذوا كل ما يجعله إنسان، سمعه وبصره وحتى أطرافه، لتبنى سعادة أمة كاملة على حسابه. طفل لم يكن له ذنب في كل ذلك، لكن هل سيقبل بذلك؟ لا والف لا. إني جئت من قاع الجحيم للانتقام واستعادة ما سلب مني. لكن هنا يكمن التضاد الأعظم. لكي تستعيد ما يجعلك إنسان عليك أن ترتكب أفعال لا إنسانية. لكي تبصر بعينيك عليك أن ترى أنهارا من الدماء. ولكي تسمع بأذنيك يجب أن تكون أولى الأصوات التي تخترق صمتك هي صرخات الآلام. وهنا يطرح السؤال الأبدي: حين تبنى سعادة أمة كاملة على تعاستك، فهل استعادة تحقق المسلوب بطولة أم أنانية؟ وهل يصبح الإنسان الذي يقاتل الشياطين هو نفسه الشيطان في النهاية؟ ده هو دايجو، حاكم بلاد إيشيكاوا اللي كانت بتعاني من الجفاف والأوبئة، فاضطر ان هو يروح لقاعة الجحيم علشان يعمل صفقة مع الشياطين. الكاهن اللي هناك حاول يمنعه وقال له اللي انت بتعمله دوت هيوديك في النهاية لهلاكك، فما سمحش كلامه وقتله وقعد واستدعى 12 شيطان وقال لهم خدوا مني اي حاجة انتوا عايزينها، ولكن في المقابل انا عايزكم تحموا ارضي وكمان تخلوني حاكم البلاد كلها. وبوم، صعقة مضوية بتنزل على المعبد، وواحدة كمان في القصر اللي مراته كانت بتولد فيه ونزلت على المولود. وهنا كانت الفاجعة، الواد بيتولد كهيكل عظمي. دايجو هنا فهم ان دوت تمن الصفقة، فأمر الخدامة بالتخلص منه. الأم بتحاول تمنعه ولكن مفيش أي فايدة. أما بقى القبيلة بيصعب عليها فبتحطه في مركب وبتقول له مع السلامة، وهي راجعة بيظهر عليها وحش وبيخلص عليها علشان يظهر عجوز ويقتله، وساعتها بيشم ريحة طفل صغير أو بمعنى أدق لعنة. أما بقى الواد بعد ما اترمى في النهر بيوصل لطبيب راجل عايش طول عمره بيصنع أطرف الصناعية للساموراي، وبما إنه عايز يكفر عن ذنوبه فبيقرر ان هو يرعى الطفل وركب له اطراف صناعيه وكمان سماه هياكيمارو وعلمه القتال بالاطراف الصناعيه اللي خلاها سيوف. ويوم ورا يوم مع التدريب هياكيمارو قوته بتزيد جدا، بس المشكله ان هو ولا كان بيشوف ولا بيسمع ولا حتى بيتكلم. طب بيعرف ازاي اذا كان الشخص اللي قدامه دوت طيب ولا شرير؟ دوت من خلال لون الروح، لو كانت احمر فدوت شيطان، اما بقى لو ابيض فدوت شخص طيب. بتعدي الايام والواد قوته ما بقتش طبيعيه، مفيش وحش بياخد منه اكتر من ضربه، لحد ما في مره قتل شيطان. وهنا كانت الصدمة، ساقه اليمين بتنمو، الدكتور دماغه بتشتغل زي الكمبيوتر وبيدرك ان لما هياكيمارو يقتل شيطان كده جزء من جسده هيرجع له او حاسه من حواسه الخمسه. لكن في المقابل في اراضي تشيكاوا في كارثه بتحصل، وواحد من الشياطين اللي 12 بيتدمر. وبعد ما تم 16 سنه بدات رحلته للبحث عن الشياطين واسترجاع جسده. بيوصل بالحال لقاره ما بيكون فيها عيل صغير اسمه دورورو بينصب على الناس، ودوت بسبب ذكائه الخارق، والدنيا ماشيه معاه زي السكينه في الحلاوه، لحد ما في مره اتورط مع بلطجيه مسكوه عدموه العافيه لدرجه ان هم كانوا هيقتلوه. وفوق الجسر بيظهر هياكيمارو اللي ما بيكونش مركز معاهم لانه استشعر روح شريره، واللي هي كومه الزباله ديت اللي عايمه في النهر وبوم بتتحول لشيطان، وهم يا جمل بتاكلهم كلهم. فصاحبنا بيسحب سيفه وبينقض عليه، وبعد شقلبه يمين شمال بيقدر ان هو يقتله بضربه واحده. الواد بيجري عليه وبيقول له ايه الجمدان اللي انت فيه دوت يا عم انت؟ وفجاه القناع اللي على وشه بيقع وبيظهر جلد حقيقي، ايوه وشه ظهر. وعلى الصعيد الاخر واحد من الشياطين بيتدمر. الاب هنا بيتيقن ان ابنه لسه عايش. دورورو بقى في تلك الاثناء قرر ان هو يروح مع مارو في رحلته، ايوه عايز يستغل صاحبنا الجلاد في قتل الشياطين ويطلع منه فلوس. وهياكيمارو ما كانش متضايق منه لانه شايف روحه الطيبه. وصلوا القريه باين عليها ان هي غنيه جدا، وبيقدموا خدماتهم لنائب زعيم القريه اللي بيرحب بيهم احلى ترحيب. وبالليل بالفعل بيظهر احدى الشياطين. دورورو بيقول له يلا وريني همتك يا عم البطل، ولكن الغريب بيخليه يمشي ولكنه شايفه اصلا. الله، هو انت ايه اللي حصل لك يا معلم؟ وتاني يوم بيقابلوا زعيمة القرية بندي في غرفة مظلمة، ست جميلة بس للأسف مصابة، لذلك هي قاعدة على السرير وما بتتحركش. دورورو الواد الصغير كان هيتفتن بجمالها، أما بقى هياكيمارو بيسحب سيفه وبيجهز لمواجهتها. الله، هو في ايه يا عم؟ طبعا أهل القرية مسكوهم ورموهم في السجن. وهناك بيقابلوا عجوز أعمى، أيوه نفس العجوز اللي أنقذ صديقنا أول لما اتولد، اللي بيعرف دورورو كل حاجة حصلت لهياكيمارو من ساعة لما اتولد. طب أنا مش فاهم، بما إنه ما بيقدرش إن هو يشوف، إزاي بيقدر إن هو يقتل الشياطين دوت من خلال لون الروح؟ ولذلك
لذلك هو هجم على زعيمه القريه لان لونها احمر خبيث بطريقه مش طبيعيه، ودوت معناه ان هي شيطان. درورو بيستوعب اللي بيحصل فبيشغل دماغه وبيقدر ان هو يخرجهم من السجن، وعلى طول بيظهر قدامهم احدى الشياطين، فصاحبنا بيخلص عليه بدون اي رحمه وبيوصل عند زعيمه القريه اللي بتكشف عن وشها الحقيقي، وحش شيطان مرعب. الوضع على طول بينقض عليها، ولكن يا صديقي دي قوتها حرفيا مرعبه، الا ان هو ما بيستسلمش فبتهجم عليه وبتقدر ان هي تخرم جسده، بس رغم دوت بيقاوم وبيقدر ان هو يعميها. بيكون خلاص هيديها القضيه، الا ان نائب زعيم القريه بيتدخل وبيخليها تهرب. وهنا بنكتشف الحياه المره، اهل القريه كانوا بيبيعوا المسافرين للشيطانه. مربوه في تلك الاثناء بيقدر ان هو يلحق بالشيطان اللي بيحاول يعمل معاه اي حاجه، ولكن بدون اي فائده ترجع، وبوم بضربه واحده بيخلص عليه. بيرجع للعجوز والواد الصغير اللي بيعتذر له وبيقول له انا اسف اللي انا شكيت فيك. ففي اللحظه ديت هي كيمورو بيوطي على الارض وبيكتب اسمه لاول مره، والمره دي بعد ما قتل الشيطان استرجع جهازه العصبي، ولاول مره في حياته بدا ان هو يحس بالالم وبيصرخ صرخه بتهز المكان كله. والكارثه اللي حصلت لدايجو المره دي في واحده من الكرات اللي كانت متحالفه معاه قررت ان هي تعلن الحرب عليه. وريني بقى يا عم الحاكم هتعمل ايه قدام الكوارث اللي جايه لك في الطريق. صحابنا بيكملوا في رحلتهم وبيتعرفوا على بعض اكتر واكتر، وتاني يوم بيوصلوا لاحدى القريات الصغيره، وهناك بيلاقوا بنت غلبانه عماله تدعي ان هي تقابل اخوها لانه بقاله 5 سنين في الحرب، وامنيتها في الحياه ان هي تشوفه مره تانية وخلاص. والمشهد الهادي دوت ما بيكملش لانهم بيشوفوا واحد ميت قدامهم وصرخه بتهز الغابه بالكامل. مارو بيحس بروح شريره فبيتتبع الصوت علشان يلاقي نفسه قدام مجزره بشعه، واللي عامل كده شخص اسمه تونوسكي اللي بيقول لهم بكل برود السيف دوت متعطش للدماء. ايوه السيف دوت سيف ملعون اسمه نيورو، اي حد بيلمسه بيتحول لآلة قتل بشريه، ومن غير رغي كتير بيخش معركه شرسه ضد هي كيمورو اللي بيكون حاسس بروح شريره مسكونه في السيف، لكن الراجل لا. المعركه ما بينهم بتكون حاميه الوطيس، والتفوق بيكون لتونوسكي اللي بيكون خلاص هيخلص عليه، اللي ان دوت بيتصدى للسيف من خلال رجله، وبوم بيطير السيف منه وبيقع الراجل من فوق الجبل. درورو بيروح علشان يجيب له رجله، الا ان السيف بيسيطر عليه. البنت الغلبانه بقى في تلك الاثناء بتكون بتتمشى تحت الجبل وبتلاقي تونوسكي مرمى على الارض، والصدمه كان هو اخوها اللي بتدور عليه. بتاخده على طول وبتبدا ان هي تعالجه وبتكون في كميه انبساطها، وبعدها بتساله هو انت كنت فين كل الفتره دي؟ فبيقول لها انا كنت عايش في جحيم. وبنعرف ان هو لما تم تجنيده كان بيرفض يقتل المجرمين، ولما القائد الاعلى شاف كده اداله السيف الملعون، قال له دوت هيسهل عليك العمليه جدا. الواد مسكه فعلا، والمره دي ما كانش فيه اي ذره تردد، ومن ساعتها وهو اتحول لجلاد بدم بارد. وفي يوم ما كانش فيه مجرمين، وعلشان يلبي رغبته دخل خلص على الكتيبه بالقائد ذات نفسه. صراحه تستاهل. ومن لحظتها وهو بقى مهووس بيه لدرجه ان هو لما بيستعيد عافيته بيقرر ان هو يخرج علشان يجيبه. اخته بتحاول توقفه ولكنها ما بتعرفش. اما درورو بيكون ماشي في القريه والسيف مسيطر عليه بالكامل، وطبعا القرويين بيكونوا خايفين. فجاه بيظهروا قدامه هي كيمورو اللي بيستعد لمقاتلته. الواد بيقول له استهدى بالله يا عم انت، انا مش شرير انا صاحبك، ولكن دوت لا حياه لمن تنادي. الواد بيتفادى هجماته بالعافيه، بس في الاخر هي كيمورو بيطير السيف من ايديه علشان يظهر تونوسكو ويمسك السيف من تاني، وبيقول السيف دوت لي انا لوحدي، وبيهجم عليه بدون اي تردد، وشكله كده مستمتع ان السيف بيسيطر عليه. مارو بيتصدى ليه بالعافيه، وللمره الثانيه بيستخدم نفس الخدعه وبيقتله امام انظار اخته، وبما انه قتله بيسترجع جزء من جسده، والمره دي كانت السمع علشان اول حاجه يسمعها بكاء الاخت على اخوها. وكالعاده بيتم كسر احدى التماثيل ودايجو مش طايق نفسه، وعلشان كده بتبدا عمليه البحث عن هي كيمورو اللي بعد ما استرجع حاسه السمع حياته اتقلبت لجحيم. كل صوت بيسمعه عباره عن صرخه في دماغه. درورو بيربط له حاجه على ودانه علشان الصوت ما يزعجوش، ولكن الوضع بيزيد اسوء واسوء لما بيتهجم عليهم من وحش طائر. الواد بيستعد بيحاول يعمل معاه اي حاجه ولكن مش قادر، بيقاوم برضه بس للاسف بيتصاب وخلص هيقتل الاثنين، لكن العجوز بيتدخل وبضربه واحده بيخلص عليه. وفي صباح اليوم التالي هي كيمورو بيصحى على صوت اول مره ما يضايقوش، فبيتتبعه لحد ما بيوصل بالحال لصاحبه الصوت، وبما انه تعبان فبتاخده بقى علشان تعالجه في المعبد المتهالك دوت اللي هو بيتهم، اللي ما بتكونش عايشه لوحدها، ده معاها جيش من الاطفال اللي كل واحد منهم خسران جزء من جسده، ودوت بسبب الحرب اللي حاصله. فبتضطر ان هي تشتغل في معسكرات الساموراي علشان تجيب قوت يومهم، وبما ان الحرب على الابواب ما بين الامير سايكو ودايجو فبتقرر ان هي تشتغل صبح وليل لصالح الجيشين علشان تزود الاجره. العجوز بيقول لهم للامانه انا هروح ادور على مكان نستخبى فيه. نروح لدايجو اللي بيلاقي نتيجه افعاله حرب وجفاف، وحرفيا القرويين قربوا ان هم يقلبوا عليه، وكمان 24 ساعه في خناقه مع مراته، كل دوت امام ابنهم تايمورو اللي اتولد بعد مارو بسنه. بتعدي الايام وهي كيمورو لسه على حاله، اي صوت بيسمعه بيوجع له ودانه، الا ميو اللي بيكون راجعه من الشغل كده وصاحبنا مبحلق فيها. البت بتتكسف فاكره ان هو يا صديقي بيغزلها، فضروري بيعرفها ان هو مش بيشوف. وفي لقطه تكسر القلب بيحط ايديه على بقها وبيحرك شفايفه معناها غني لي. البنت بتقول له طب
تمام وبتغني والواد بينبسط. وشويه وبيجي لهم العجوز اللي بيقول لهم انا لقيت المكان المناسب اللي هنستخبى فيه، بس المشكله ان هناك في شيطان مرعب وقوته حرفيا مهوله، ولذلك لازم نخلص عليه الاول. هي كيمارا ولما بيسمع الكلام ده هو بيتحرك ناحيته. العجوز بيقول له استنى وبيروح معاه، ولما وصلوا لهناك الاتنين اتجهزوا، بس واضح جدا ان صاحبنا لسه تعبان بسبب الجرح. فالعجوز بيعرض عليه ان هم يرجعوا، بس الشيطان كان عنده راي تاني خالص لانه بيسحبهم لوكروه. فالاتنين بيتعاونوا مع بعض وبيقدروا ان هم يسيبوه، لان الوحش كان قوي جدا وقدر ان هو يقطع رجل هياكيمارو اللي فضل يصرخ من الالم لدرجه ان هو طلع صوت. فالعجوز بياخده وبيرجع بيه علشان يتم معالجته على ايد ميو اللي بتفضل ان هي تغني له، ولكن دوت ولا حياه لمن تناديه، حرفيا مقهور لانه ما قدرش يقتله. وواضح كده ان ميو بدات ان هي تتعلق بيه. على الناحيه الثانيه تاهيمارو بيكون بيتحايل على ابوه علشان يخليه يشارك في الحرب، ولكن دوت رفض تام. والام بيكون عندها نفس الراي. الواد بيكون حرفيا طفح بيه الكيل وبيقول في ايه محدش حبيبني ليه كده. مساعدينه بيقولوا له على العكس تماما امك بتهتم بيك جدا لدرجه مش طبيعيه، بس دوت بيقول لهم انتوا مش فاهمين اي حاجه، مهما اعمل مهما ابذل في جهد مفيش اي حد منهم بيبص لي، اكني في حاجه افضل مني بكتير بالنسبه لهم. هي ايه انا ما اعرفش. الحاجه دي بقى بتكون قاعده مع ميو اللي بتقول له انت بتشوف الارواح لذلك ما تبصش لروحي، وبتسيبه وبتمشي وبتروح على شغلها لمعسكر دايجو وساكاو سايباه هو عمال يعمل في رجله الاصطناعيه. وبالليل بقى والكل نايم الواد بيتحرك علشان يواجه الشيطان دوت لوحده، وفعلا هو دوت اللي بيحصل والمعركه بتستمر للصبح. الشيطان بيهجم عليه من كل حته ولكن دوت بيتفادى، في الاخر بيقدر ان هو ياكل رجله الاصطناعيه، بس دوت كان متجهز لك يلا. ايوه كان زارع فيها صيف بيديله واحده في الثانيه بيقضي عليه. وفي تلك الاثناء الجيش دايجو بيكتشف ان ميو شغال لصالح ساكاي، فصديقي بيتتبعوها وهي راجعه من الشغل لغايه ما عرفوا مكانها وهجموا عليها وقتلوا كل اللي موجودين في المعبد. حتى هي كانت مرميه جثه على الارض بتلفظ اخر انفاسها. طبعا بعد ما هيكيمارو خلص على الشيطان في تمثال بينكسر لنصين والنطره بتتمنع بعد حتى ما اتجمعت الغيوم. طبعا دوت انتصار لصاحبنا اللي بيجروا ضروري بيقول له عاش عليك يا وحش، يلا بينا نرجع لهم زمانهم قلقانين علينا. ولما بيرجعوا بيلاقوا الصدمه الكبيره، الجحيم، المعبد كله اتحرق والاطفال عباره عن جثث وميو غرقانه في دمائها. هنا هيكيمارو بيطفح بيه الكل وبينفجر غضب وبيتحول لوحش كاسح، وهو دوت اللي بيحصل يا صديقي. قلبها المزرعة وخلاص على وشك ان هو يتحول لشيطان، لكن ضروري على اخر لحظه بيمنعه وبيقول له ارجوك ما تتحولش، وبيديله بذور الرز اللي كانت في ايد ميو قبل ما تموت. الواد بيهدى وبيروح ياخدها في حضنه وبيصرخ واول اسم بينطقه هو ميو. بعد ما بيدفنوهم بيكملوا في رحلتهم ومارو بيكون حزين جدا. ضروري بيحاول يفك عنه ولكن بدون اي فايده. الواد خلاص قلبه اتقطع، لكن يابا مفيش وقت للحب والكلام ده. بم وحش عنكبوتي بيظهر، الواد بيفك ايديه وبيهجم عليه، لكن الوحش كان اقوى منه بكتير، بيتفادى كل هجماته وبيكتفه في الشجره وبيهرب من المكان. وبعد شويه وقت بيحرر نفسه وبيوصلوا على قريه ما. الشخص دوت بيديهم ترخيص علشان يقدروا ان هم يخشوا، طبعا بعد ما يتم فحصه بالكامل لان في الفتره الاخيره في مختطف ظهر وعمال يخطف الناس ويتغذى عليهم. بعد ما بيدخلوا ضروري بيقول له بقول لك يا عم ما تيجي نقتل الوحش الشيطاني دوت، لان انا متاكد ان هو نفس العنكبوت اللي هجم علينا، اكيد لما نقتله هناخد مكافاه كبيره، ولكن دوت اصلا مش معاه. نروح بقى للشيطانه العنكبوته اللي اسمها اوغي اللي كانت فعلا في القريه، بس كانت على الاخر وهتموت من الجوع، وعلشان ما يتمش كشفها بتتحول لبشريه وبتقع من طولها. فبيظهر شخص اسمه جيرو بتصعب عليه فبياخدها معاه وبيبدا ان هو يعالجها وكمان بيهتم بيها. وفي الليل البنت بتكون عايزه تاكله بس بتفتكر ان هو كان بيعملها بكل لطف، فبتتراجع عن قرارها وبتفضل عايشه معاه لفتره طويله، لكن حالتها ما كانتش بتتحسن. فجيرو بيقول لها انا لازم اهربك من القريه علشان تتعالجي، وبالفعل في ليله من الليالي بيعمل كده وهم في الطريق بيلاقوا اصحابنا مستنيهم. دورورو بيتعرف عليها من خلال صوتها وبيعرف هيكيمارو اللي بيتجهز علشان يقتلها. فجيرو بيصرخ فيهم وبيقول لهم استنوا انا الخاطف، وطلع ان هو مش بيخطفهم علشان يقتلهم، دوت كان بيهربهم من الظلم اللي هم فيه ومن استغلال زعيم القريه ليهم. ولسه الحوار بيكون هيتحل ما بينهم الا ان حراس القريه بيظهروا وبيحاصروا المكان. فاوغي ما بتلاقيش اي مخرج قدامها غير ان هي تستخدم قوتها، بتعمل كده وبتقدر ان هي تمتص 2 من الحراس. طاقتها بترجع شويه ولكنها لسه ضعيفه. هيكيمارو لسه بيكون هيتحرك امديات عمياء وبتاخد جيرو وبيهربوا من المكان، بس سريع سكان القريه بيحددوا مكانهم وبيطلقوا عليهم سهام اللي كلهم بيجوا في كتف جيرو. اوغي بيتجنن منها خلاص وبتقرر ان هي تقلبها مجزره وبتتحول بالكامل وبتنزل ندم فحت فشخ في الجنود. ساعتها بيوصل هيكيمارو اللي بيهجم عليها، بس دي بتقدر ان هي توقفه وجابته على الارض وبتقول انا مش هسمح لاي حد ان هو يقتله. اللي بيكون بيلفظ انفاسه الاخيره وبيقول انت ما قتلتيش حد ولا هتقتلي اصلا. الكلام ده كان زي السكاكين اللي بيذبح قلبها، ولذلك بتصرخ وبتقول انت مش هتموت وبتسحبه بقى علشان تهرب من المكان. هيكيمارو اللي كان ناوي يتدخل مرضاش لان روحها الشريره بدات ان هي
بتختفي تدريجا وفي الاخر بتختفي خالص، فما بيرضاش ان هو يتتبعها وبيسيبها تهرب. والصبح بيكملوا في طريقهم. دورورو بيحاول ان هو يخرج مارو من الكاب اللي هو فيه دوت، واخيرا الصديق بيضحك لاول مره من ساعه ما الانمي بدا. وفجاه هم ماشيين بيشموا ريحه بيت فاسد غريبه جدا في الهواء، وبيلاقوا قدامهم موكب زفاف. دورورو يعني بتلمع زي القناص وبيقول اكيد هنا في مصلحه، يلا بينا نروح لها. بس هنا بيطلع عيل صغير اسمه سارو بيحاول ان هو يوقف الموكب دوت بالاسهم، لكنه ما بيعرفش وبيفضل يعيط وبيتضح بقى ان دوت اخو العروسه. دورورو بيقول له في ايه يا عم، ده راح تتجوز حتى. فبيقول له انت مش فاهم اي حاجه، اختي دلوقتي مش راح تتجوز، ده راح كقربان لاحدى الشياطين اللي في الخيمه اللي هناك ديت. وبيتضح بقى ان القريه اللي هم عايشين فيها ديت ليها عاده كل سنه بيقدموا قربان للشيطان دوت علشان ما يقتلش اهل القريه. وطبعا هو بيحاول يوقف الموكب دوت علشان اخته ما تموتش. دورورو اول لما سمع الكلام دوت بيستغل الفرصه وبيقول للواد انا هنقذ اختك، لكن في المقابل انا عايز منك انك تديني فلوس. فبيقول له في الحاله ديت ما تقلقش، هديك اللي انت عايزه بس ارجوك انقذها. فبيقول له لا تقلق، كله تحت الكنتريلا يا معلم. الموكب بقى وفي نفس اللحظه دي بيكون وصل على المكان المنشود، وعلشان البنت ما تهربش بيتعين عليها حارسين. فصاروا ودورورو بيظهروا من وراهم وبيضربوهم لحد ما بيغموا عليهم وبيروح يحرر اخته. لسه بيكونوا هيمشوا ولكن بوم، سحابه عملاقه بتظهر في السماء. الحارسين بيفوقوا بيفكوا نفسهم، لسه بيكونوا هيهربوا ولكن السحابه دي بتشفطهم، وبعد ما بياكلهم بينزلهم على الارض جثه هامده. ايوه هو دوت الشيطان اللي بيتقدم له القرابين. الوضع متكهرب، الكل خايف وهيكمر مش عارف يحدد مكانه لان الغيمه كلها لونها احمر. اللي بيظهر من وراه وبينقض عليه بيكون خلاص هياكله، ولكن العروسه بتتدخل على اخر لحظه وبتحميه وبتتكل مكانه وبيختفي من المكان. دورورو بيقول لسارو لو تعرف نقطه ضعفه عرفها لنا. فدوت بيحكي لهم القصه من البدايه. اولا البنت ديت مش اخته، ديت بنت غلبانه لقيته زمان وهو صغير متعور، فقررت ان هي تحتمي بيه، وكانت بالنسبه له الام والاب والاخت والاخ وكل حاجه في حياته. وكمان بيعرفوا من نقطه ضعف الوحش دوت هي اشعه الشمس، لكن المشكله ان هم بالليل دلوقتي ومش عارفين يعملوا ايه. هي كيمارو بيسمع صوت طفل صغير عمال يعيط، ودوت كان اكتر من كفايه ان هو يخليه يروح يقتل الوحش دوت دلوقتي. فدورورو بتيجي في دماغه خطه جهنميه، واللي هي كالتالي هيعمل نفسه العروسه، ايوه القربان اللي الوحش متعود عليه ياكله كل لما يظهر، وبكده هيقدروا ان هم يستدرجوه بره الغيوم. وبالفعل بالليل بيبداوا في تنفيذ الخطه، والحريش بيبلع الطعم. دورورو على طول بيحاول يخلع من المكان ولكنه بيقع وبيكون خلاص هيبلع، بس على اخر لحظه بيقدر ان هو يهرب منه. ودي كانت الاشاره لسارو علشان يطلق السهم الناري اللي بيولع فيه بالكامل، حرفيا بيتشويه. بعد ما اتسلخ بيجدد نفسه ولكن في اي حاجه حصلت. هي كيمارو كان بيعمل نفس الشيء وعمال يهجم عليه بالاسهم ولكن بدون اي فائده ترجع. فبدا يركز في صوت الاسهم اللي بتخبط في الوحش، وبدا يحدد مكانه من خلال حاسه السمع. على طول سحب سيف وراح عوره في عينيه، جابه على الارض ولكنه بيجدد نفسه ولكن في اي حاجه حصلت. دورورو فهم اللعبه على طول ان هو مش عارف يقتله اصلا لانه مش عارف يحدد مكانه، فنط على راس الوحش وبدا يزعق. ايوه بيوجهه من خلال الصوت، حول نفسه لجي بي اس بشري علشان يوصل ضربات هي كيمارو اللي بيمشي ورا الصوت وبيوصل للوحش اللي بينزل ردم فحت فشخ فتق فيه. وفي وسط ما هو عمال يدعك فيه بيكتشف ان ليه راس ثانيه في ديله اللي بيخرجها وبيكون هيبتلع دورورو، ولكن خلاص يرحم امك هي كيمارو قدر ان هو يحدد مكانك، وبوم بضربه اسطوريه بيقسم جسده لنصين. وبما ان كمان الشمس طلعت فجسمه بيتحول لرماد، وفجاه اخت سارو بتنزل على ايديه، ايوه لسه عايشه. وفي وسط الفرحه ديت هي كيمارو بيستعيد انفه، وطبعا اول حاجه بيشمها ريحه الشيطان اللي هو لسه قتله. الواد دورورو على طول قال لسارو فين الفلوس، يلا هات المكافاه. قام مديله قطعه ذهبيه وكم صخره. الواد كان فاكرهم ذهب لانهم بيلمعوا، وخد بعضه ومشي. ودورورو فضل يعيط ولكنه فرح لما يا صديقي هي كيمارو لاول مره نطق اسمه بوضوح دورورو. الواد كان هيطير من الفرحه لان اخيرا حد احترف بيه. كملوا رحلتهم وفي الطريق دورورو تعب وحرارته عليت جدا واغموا عليه. هي كيمارو شاله ما بين ايديه وما كانش عارف يعمل ايه، وكل ما يسال حد يقول له معرفش، لحد ما قابلتهم راهبه طيبه بتاخدهم على المعبد وبتبدا ان هي تحتني بالواد اللي بقى. وفي تلك الاثناء بيبدا ان هو يتذكر ماضي المؤلم، وبما ان ابوه هاكار بيكره الساموراي عمل عصابه وبداوا ان هم يهجموا على الساموراي بالليل وينهبوهم، وحياتهم كانت ماشيه زي الفل وبقوا عايشين على فلوس الساموراي. لحد ما واحد من العصابه اسمه ايتاشي قرر ان هو يبيعهم للساموراي علشان مصلحته. حدد لهم الميعاد والمكان اللي هيهجموا فيه قبل ما يتحركوا، وبالفعل الساموراي ما كدبوش اي خبر وهجموا على المعسكر ودمروا كل حاجه فيه الاخضر واليابس حرفيا. وزعيم العصابه هاكار بيتصف رجله وبكده بقى عاجز. ومن هنا بتبدا رحله العذاب. العيله بتهرب وبيعيشوا حياه عباره عن مذله وجوع، وبيشوفوا بعينيهم قسوه الساموراي اللي بيولعوا في القريه اللي كانوا عايشين فيها. وبما ان المصايب لا تاتي فراتها في ساموراي بيظهر من وراهم وبيتعرف عليه هيكارو. الساموراي لسه بيكون هيتحرك قام دوت مديله ضربه مخلص عليه، وبسبب الصوت الباقي بيجوا بيحاولوا يعملوا معاه اي حاجه، ولكن دوت ياما بيتحول لآلة قتل بشريه بيقتل اي حد بيقف قدامه، لحد ما قتل عدد كبير جدا منهم. ولكن كم
وما هو متوقع الكترة بتغلب الشجاعة وبيموت قدام انظار ابنه دورورو اللي امه بتاخده بتهرب من المكان. والجوح كان بينهش في الاتنين يوم ورا التاني لحد ما قابله الخاين يتاشي اللي بقى شغال مع الحكومة بسبب اللي هو عمله، وكمان بيوزع اكل على الغلابة. الام كرامتها بتوجعها مش عايزة تاخد منه اي حاجة لان دوت الشخص اللي دمر حياتها، ولكنها مضطرة تذل نفسها، وبما انها مش معاه وعاء تاخد فيه الاكل فبتاخد على ايديها. يا صديقي ايديها كانت حرفيا بتولع من السخونة، لكنها بتتحمل الالم وبتكمل وبتاخد الاكل وبتوديه لدورورو علشان ياكله. لما بيقول لها انت كلتي فبتقول له على الرغم اصلا ان هي هتموت من الجوع. التاشي بيجي لها وبيقول لها على فكرة القوة مش كل حاجة، الذكاء برضه مهم. وبعد فترة الام خلاص ما بقتش قادرة، بتقع من طولها وسط حقل من الورود الحمر، واخر كلماتها بتقول لابنها اياك تستسلم، الحروب ديت اكيد هتخلص، وبتموت على كده. الواد بيفوق من الكابوس دوت وبيلاقي نفسه خف وبقى زي الفل، واول حاجة بيسأل عنها هي ياكيمارو لانه مش موجود جنبه. الواد يفتكر ان هو سابه، لكن الرهيبة بتطمنه وبتعرفه ان هو راح يجيب ميه. وبما انها غسلت هدوم دورورو بتكتشف بقى يا صديقي ان دورورو اصلا بنت مش واد. اول لما ياكيمارو بيرجع الواد بيحاول يسأله بطريقة غير مباشرة اذا كان الرهيبة قالت له حاجة ولا لا، بس دوت كالعادة اصلا مش بيتكلم، وبيكملوا في رحلتهم. وفي نفس الوقت دوت بقى عند دايجو جنوده بدأوا ان هم يجمعوا الخيوط ببعض، الطفل المرمي في النهر والمحارب الغامض اللي باطراف صناعية. شكل كده ان الحقيقة هبان. دايجو علشان يقطع الشك باليقين بيروح لقاعة الجحيم وبيلاقي كالعادة في تمثال مقسوم لنصين، فبيستدعى البقية وبيقول لهم انا متوقع ان ابني لسه عايش وهو سبب المصايب اللي عمالة تحصل ديت. فقاموا مورينه شكله وعرفوه ان ابنه لسه عايش فعلا. فعلى طول ادى امر لجنوده بالتدوير عليه. تاهيمارو اللي كان حاسس ان في حاجة غريبة بتحصل ما كانش عارف يعمل ايه، لان لو راح سأل ابوه طبعا مش هيرضى يجاوبه، لذلك طلب من المساعد بتاعه ان هو يجيب الجندي اللي مكفل بالعملية السرية. بيجيبه له وبيعزم عليه بمشروب كده، الجندي بيشرب زي اللهبل، وبكده اي سؤال هيسأله لازم ياخد اجابة حقيقية لانه شربه مشروب الحقيقة. اول سؤال بيسأله له ابويا طلب منك تعمل ايه؟ قام قال لي دور على عيل صغير اختفى من 16 سنة. طب هو مين الطفل دوت؟ الجندي ما كانش عايز يجاوب لدرجة ان هو عض على لسانه علشان يفوق. تاهيمارو تاني يوم راح لابوه سأله هو مين الطفل اللي انت بتدور عليه دوت وايه السبب اصلا؟ حاول يستخرج منه اي معلومات لكن دوت صرخ فيه وقال له مالكش دعوة يلا ارجع للبيت. فبيسيبه وبيمشي وهو راجع بيسمع صوت صريخ فبيتتبعه وبيوصل للقرية اللي بيلاقي هناك كل الكرويين متجمعين وبيطلبوا منهم المساعدة، لان في الاوان الاخيرة ظهر شيطان في البحيرة ولما حد بيروح يجيب مية بيعمل دوامة وبيسحبهم وبيقتلهم، ولذلك هم محتاجين المساعدة. فاللي واخد باله في نفسه قال لهم لا تقلقوا كله تحت الكنتريلا، النهارده السلطعون دوت هيكون عبارة عن جثة. وبالفعل اتحرك يا صديقي بالليل هو وكم واحد كده، وما هي الا ثواني معدودة وبيظهر الشيطان اللي بيسمي باكل واحد منهم بيحاول يعمل دوامة علشان يسحبهم، لكن تاهيمارو كان اذكى منه لانه رابط كل المراكب اللي هم راكبينها بالشجر وبالتالي كده مش هيتم سحبهم. الواد بدون اي تردد بينقض على السلطعون وبيقدر ان هو يقطع دراعه، لسه بيكون هيكمل عليه ولكن دواب بيختفي، ولكنه ما هربش، لا ده كان بيهجم عليهم من تحت وبيبدا ان هو يتدمر في المراكب اللي هم راكبينها، ولذلك بيقرروا ان هم ينسحبوا دلوقتي. بيرجعوا لليابسه والواد عمال يفكر في خطه. واحد من المساعدين بتوعه بيعرض عليه ان هو يزرع في جسده متفنجرات، ولما السلطعون يبتلعه كده يتفنجر من جوه، لكنه بيرفض وبيقول انا مش عايز حد يموت من اتباعي. وبعد تفكير كتير جدا بتخبط في دماغه خطه جهنميه. بيجمع اهل القريه والخطه كالتالي: بما ان في بحيره صغيره جنب النهر اللي فيه السلطعون فاحنا هنربط ما بين الاتنين بسد وهنعمل سد تاني على الناحيه التانيه علشان نصرف منها الميه، وبالتالي كده الوحش هيفضل على اليابسه وهنقدر اللي احنا نخلص عليه. وعلشان اصلا يستدرجوا السلطعون بعتوا له طعم ودوب بلعوه، وصل للمكان المنشود ونزلوا السد وهو دلوقتي في اليابسه. المحاربين كانوا في كميه سعادتهم، ولكن دوت اول لما صرخ فيهم دب في قلبهم الرعب. قام تاهيمارو نزل هو ومساعدينه واتكتروا عليه، قطعوا له دراعين وبالاسهم من بعيد فضلوا يخرموا فيه، ودوت اللي شجع الكرويين ونزلوا هم كمان يهجموا عليه. تاهيمارو كان عمال يخرم فيه وخلاص هيديله القضيه، الا ان دوت هو كمان بيشغل دماغه وبيمسك حجر وبيرميه على السد اللي بيبدا يتشقق، وما هي الا ثواني معدوده بيتدمر بالكامل. الميه بتتسرب وبدات ان هي تسحب المواطنين ناحيه السلطعون اللي بيكون خلاص هياكلهم، بس الحارس بتاع تاهيمارو بيحميهم هو اللي بيكون هيتاكل. بس انت فاكر ان دوت هيحصل؟ لا والله. مارو بيتدخل يا صديقه بضربه عنكبوتيه بيجدع عليه. تاهيمارو بيقول له هو انت مين وازاي حاطط سيوف في ايديك؟ دورورو بيقول له انا هجاوبك على كل الاسئله اللي انت عايزها بس الاول شخلل جيبك يا معلم. فبيديله اللي هو عايزه وبيعرفه ان ياكيمارو مش بيشوف. الواد بينصدم ازاي بالقوه ديت وكفيف، فبيعرفه ان هو بيقدر ان هو يحدد مكانهم من خلال السمع او لون الروح بتاعتهم. بيقول له تمام وما بيديش الموضوع اي اهميه، اما ياكيمارو بيكون مبحلق في اخوه لانه ملاحظ ان روحهم متشابهه. وقبل ما يمشي هو ودورورو عرف عن نفسه ودخلوا للقريه، وهناك قابلوا العجوز اللي بيعرفهم ان هو هيروح لقاعه الجحيم لانه عايز يعرف
يعرف ازاي قرية دايجو اللي هي اصلا كانت بتموت من الجوع والقحط وكل شيء، ولكن ازاي بقت مزدهرة بالطريقة ديت. وقبل ما يمشي بص على روحية كيمارو اللي كان فيها شوية تلوث ودوت بسبب ان هو قتل بشر. قال للواد خلي بالك منه وسابه ومشي. كملوا في طريقهم وسمعوا واحدة غريبة عمالة تقول الطفل الملعون رجع وهو اللي هيدمر المدينة، والاغلبية بيكونوا بيتكلموا عن نفس الشيء وشكلهم كده عارفين ان دايجو عمل صفقة مع الشياطين علشان القرية بتاعتهم تزدهر. وكمان بيسمعوا اتنين بيتكلموا عن اللعنة اللي اسمها بانمون. دورورو شدوا الكلام وقال لهم ايه البتاع ده، فهم قالوا له ان ده كان جدار منيع بيحمي البلاد من جيش اساكورا، بس المشكلة ان في المعركة الاخيرة اتحرق كل شيء ما عدا هو، ودي كانت المرة الاولى اللي يهزم فيها جنود اساكورا الجيش دايجو. لكن من 5 شهور فاتوا اللي كان بيحصل اولاني حصل تاني، والجيش دايجو حرفيا بقى مفشوخ، وبسبب ان هو مات عليه ناس كتيرة جدا بدأت ان هي تظهر ارواح، وشكله كده يتلعن من شيطان. هي كيمارو لما بص عليه لقاه حرفيا لونه احمر دموي خبيث، وعرف ان هنا في روح شريرة قوية جدا. لكن عبد موتة بتاعنا ما بيكونش فارق معاه اي حاجة وبيكون عايز يخش، بس فجأة بيجي لهم الطفل دوت وبيقول لهم احسن لكم ما تخشوش، لانكم زي ما انتم شايفين كده جنود اساكورا محاوطين المكان بالكامل، لو عديتوا الجدار كده انتوا هتكونوا في خبر كان. الواد بيقعد معاهم وبيعرفهم ان هو اسمه سكروكو وان هو عايش في قرية ورا اساكورا، وانا عايز ارجع باسرع سرعة ممكنة، ولكن مش عارف بسبب الجدار ده، وحتى لو خالف القوانين وعدى هيموت لان الجنود اصلا مش هيكونوا عارفينه. فبيقول له طب ما تحاول تتسلل بالليل، فبيقول له الموضوع بيبقى اخطر واخطر لان بالليل الوحوش بتبدا ان هي تظهر، يعني انا كده كده برضه هموت. فبيقول له في الحالة دي تطمن انا اخويا بيقضي على اي شيطان او بيعمل صفقة معاه. وعلى الجانب الاخر مساعدين تايمارو بيروحوا لدايجو وبيعرفوا ان هم قابلوا قاتل شياطين واسمه هو هياكيمارو. دايجو اول لما بيسمع الاسم دوت بينصدم، اما الام بتكون فرحانه وبتقول له انت ناوي تعمل معاه ايه، فهو بيقول لها لو وقف في طريق ازدهار قريتي انا هقتله. بتحاول تمنعه ولكن دوت خلاص خد قراره. واللي كان بيسمع الكلام دوت مين؟ ايوه تاهيمارو اللي اتاكد ان هياكيمارو دوت ليه صله بابوه. مقاطعه اساكورا بقى وفي نفس الوقت دوت بيكونوا زارعين جواسيس في جيش دايجو وبيعرفوا منهم ان هو ناوي يعمل حاجه، بس ايه هي هم لسه مش متاكدين. فقائد الجنود بيضحك وشكله كده مش ناوي على خير تماما. بالليل بقى جنود اساكورا اللي كانوا بيحموا الجدار بيمشوا واصحابنا بيستغلوا الوضع، لسه بيكونوا يتحركوا ولكن بوم وحش شيطاني بيظهر على شكل ثعلب. هياكيمارو بينقض عليه وبيقدر ان هو يقسمه لنصين. قام الشيطان جمع قوته وقسم نفسه لاكتر من جزء، كلهم انقضوا عليه في نفس الوقت. فضل يتصدى ليه بكل قوته على امل ان هو يقضي عليه، ولكن دوت كان بدون اي فائده ترجى. ده تحس كده ان هو قوته بتزيد مش بتقل. دورورو بتنضم ليه بتحاول ان هي تساعده بس مفيش اي فايده برضه. وبينما هم عمالين يتقاتلون مع ذلك الشيطان اسكروكو بتجيله فرصه ان هو يهرب، وبالفعل بيعمل كده. دورورو بسبب ان هو كان مركز معاه كان هيموت، لكن هياكيمارو بيحميه وبيقول له روح وراه. ساعتها الثعلب الشيطاني بيجمع قوته بالكامل وبينقض على هياكيمارو اللي بيقدر ان هو يثبته. بيكون خلاص هيجدى عليه، قام دوت مستخدم رجله وبعده عنه لسه بيكون هيكمل عليه لقى جيش دايجو اتدخل. الشيطان حس ان هو كده هيموت فقام منسحب. وها قد التقيا. الحمار التاني بقى على الناحيه التانيه بيكون عمال يدور على هياكيمارو بس مش لاقيه، وفي الطريق لقى الست اللي ولدت امه ايوه بتاعت هياكيمارو اللي بتكون مشرده واتجننت على الاخر وما بتقولش غير جمله واحده: الطفل الشيطاني رجع علشان ينتقم من دايجو. وهنا تاهيمارو عرف منها القصه بالكامل. مارو بقى لما بص على روح دايجو حس ان هم متشابهين زي ما حصل معاه هو وتاهيمارو، علشان كده ساله هو انت مين؟ ما لقاش اي اجابه، في لمح البصر ظهر وراه وساله نفس السؤال. دايجو كان خايف جدا وقال له انت الطفل الشيطاني، انت ازاي لغايه دلوقتي لسه عايش؟ هياكيمارو كان مصدوم بس دوت ما ادالوش اي فرصه، وادى امر للجنود يقتلوه. هجموا عليه فعلا، فقام خد ايديه الاصطناعيه وهرب من المكان، وكان عمال يفكر في كلام ابوه: هو انا شيطان؟ هو انا كان المفروض اتولد؟ دورورو وسكروكو بقى وهم بيتجولوا كده بيطيبد عليهم، وطبعا بيتعمل من وشهم جزمه وبيترموا في السجن. وهناك كان معاهم شويه من جنود دايجو ايوه جيش اساكورا عرف ان هم جواسيس، لذلك رموهم في السجن، الا ان دول ما كانوش قلقانين اصلا لان اكيد الشياطين اللي سيدهم عامل معاهم صفقه مش هيسيبوهم. البنت لما ركزت مع اللي بيتكلم لاحظت ان هو معاه نفس الشعار اللي هياكيمارو مش بيفرقوا، وتقريبا كده اتاكدت ان هو ليه علاقه بدايجو، لذلك شغلت دماغها وقدرت ان هي تهرب من المكان بسبب مساعده الحراس، لانهم لو ما كانوش يتدخلوا كان زمانها ميته. تاهيمارو بقى في تلك الاثناء كان عنده اكتر من سؤال وراح علشان ياخد اجابه من امه، فقام الاب اتدخل وقال له انت ما تعرفش اي شيء، البلاد ديت قبل ما انت تتولد كانت عايشه في وباء ومجاعه وحاله حرفيا قحط، وعلشان انقذ القرويين والبلاد انا اضطريت ان انا اعمل كده واضحي بابني، فانا مش عايز اسمع السيره ديت هنا تاني. وفجاه هياكيمارو يقتحم المكان. الام اول لما بتشوفه بتتيقن ان دوت ابنها من غير اصلا ما حد يعرفها، وبتقول له يا ابني. الكلمه ديت لمسته جدا، لسه بيكون هيتكلم ام لا الجنود بتهجم عليه فاضطر ان هو يهرب. تاهيمارو قدامك خيارتين مالهمش تالت، يا اما تروح تنقذ اخوك الكبير يا اما تروح لقاعه الجحيم وتفسخ كل الصفقات اللي انا عملتهم معاهم. ام دوت تاني يوم راح لقاعه الجحيم، لسه بيكون هيتكلم ام لا
هو حرفيا معناه اطلع بره. وهنا اتاكد ان كلام الكرويين كان صح لما قالوا ان ابوه عمل صفقه مع الشياطين وما كانش عارف يعمل ايه، ينقذ اخوه الكبير ويبديه عن اهل القريه ولا يكمل اللي ابوه بدأه. العجوز هو كمان بيوصل لقاعه الجحيم وبيتيقن ان دايجو فعلا عمل صفقه مع الشياطين وده سبب ازدهار بلاده، وبما انه سنه كبير فما كانش عارف يتعامل معاهم لوحده، فقرر ان هو يسيب الموضوع على هياكيمورو اللي في نفس الوقت بيتقابل مع دورورو اللي بيقول له سكروكو هيموت. فقام متحرك معاه وعرفه كل حاجه عارفها. البنت فرحت له جدا، انا مش عارف اصدقك ولا عليها بنت ولا ولد، بس خلينا نكمل باسم دورورو اللي هو ولد، وكان فرحان له جدا بس ما فيش اي وقت للانبساط لان جيش اساكورا علق جنود دايجو وحكموا عليهم بالاعدام قدام الملأ، ولذلك الجيشين دخلوا في معركه. مارو كان حاسس بكل من بعيد، كان عايز يتحرك ولكن بوم ظهر قدامه الثعلب مره تانيه وبدات المعركه من تاني. بس الشيطان بيقتل شويه من الجنود وبيهرب، ايوه عايز يسترجع قوته. وللمره التانيه على التوالي الاب والابن بيتقابلوا. هياكيمورو لما بيبص على الجيش بيلاقي شخص هو بيكرهه كره للعمى، ايوه اللي قتل ميو وشكله كده ناوي يقلبها مجزره. تاهيمارو بيتدخل ويقول له انا اخوك الصغير، وعلشان تعرف انا شايف اللي ابويا عمله هو الصح لانه كان حاكم البلاد اللي هي اصلا كانت بتموت وكان مضطر ان هو يعمل كده، وعلشان تعرف انا مش معتبرك غير شيطان، يعني مش اخويا الكبير، وبالتالي وجودك في حد ذاته عباره عن تهديد للبلد اللي انا هكون حاكم ليها، وعلشان كده انا لازم اقتلك. وبيسحب سيفه والاتنين بيبداوا الاشتباك مع بعض. بيظهر الثعلب الشيطاني فهياكيمورو بيعور اخوه بيروح يقتله في لمح البصر، ايوه المره دي خلص عليه مره وللابد. وفي وسط ده كله الام بتحضر هي كمان وبتقول له انا اسفه يا هياكيمورو اللي انا ساعتها ما قدرتش اللي انا امنع ابوك ان هو يعمل صفقه مع الشيطان، وبسبب كده انت في الحاله ديت انا عارفه مهما اقول انت مش هتسامحني، وكمان انا مش هقدر ان انا انقذك، لذلك انا قررت ان انت ما تكونش الضحيه الوحيده. وبتطعن نفسها، واول لما عملت كده جدار بنون الملعون بدا ان هو يتدمر، فالكل بيحاول يهرب. وبما ان الجدار اتدمر فسكروكو بيرجع لاهله اللي لسه بيكونوا عايشين. الواد كان في كميه انبساطه ورجع معهم اصحابنا راحوا لاحدى الكهوف علشان يناموا فيه، بس هياكيمورو ما كانش عارف ينام وكان عايز يقتل الشياطين علشان يسترجع بقية جسده، ولذلك كمل في رحلته وما وقفش في قرية دايجو، وكل علشان كلام امه وابوه عمال يرن في ودانه. ودورورو كان مستغرب بما انه قتل شيطان، طب ليه المره دي ما استرجعش اي جزء من جسده؟ ما فكرش في الموضوع كتير وعرض على مارو ان هم يستريحوا النهارده في الينبوع الساخن، لكنه كان رافض تام. مشغل دماغه وقال له في شيطان هناك سمعت عنه، فوافق بدون اي تردد. وبالفعل دورورو ما كانش كذاب. من القرب من الينبوع الساخن عند الشلال بنشوف زوجة بتسحب زوجها زي الخروف وبتوديه عند الشيطان اللي بينزل بسيفه على دماغه بيطيرها، ولكنه ما كانش المطلوب علشان يتجسد في جسده. فالولية اتضايقت وقررت ان هي تروح تدور على الضحية الجديدة، واللي هي كانت مين يا حزك الاسود يا دورورو؟ اديك جيت للموب برجليك، مش انت اللي قلت عايز اروح للينبوع الساخن؟ بعد ما وصلوا لاحدى البيوت المتهالكة قرروا ان هم يقعدوا فيه والواد راح يجمع شوية حطب. قابلته هناك الولية او بمعنى ادق الشيطان اللي كان متجسد على شكل امه. الواد بيحن وبيقول لها انت ازاي لغايه دلوقتي لسه عايشه؟ وعلى طول سحبها من ايديها ووداها عند هياكيمورو اللي بيساله هي دي بشر ولا شيطان؟ قام باصص في روحها وقال له معرفش. فبيسال هو واللي اسمه بالمناسبه كاكو انتوا بتعملوا ايه في بيتي؟ الواد اترعب وقال لها خلاص احنا ماشيين. قامت له مش عارف ايه خليكم قاعدين وكمان بتطبخ لهم. دورورو سالها مره ثانيه التمثال اللي بره ده شكله جميل ولكن ليه مش عنده وش؟ قام قايل له دي قصه قديمه بس بما انك عايز تعرفها انا هقول لك. زمان جه القريه بتاعتنا نحات شغله لا يعلى عليه، وبما انه كان مشهور قرر ان هو يصنع اكبر تمثال في القريه بالكامل، وبالفعل عمل كده وما كانش ناقص بس غير الوش اللي قعد سنين كتيره جدا يحاول ينحته علشان يكون مختلف عن اي تمثال في العالم، ولكنه ما عرفش يبدع وفي الاخر مات. وبعد ما النحات مات التمثال سكنته ارواح شريره وبدات ان هي تدور على وش ملائم يناسب الشيطان من خلال ارواح البشر. وبما ان الشيطان ما كانش مستقر على وش مناسب قرر ان هو يحيي النحات علشان هو اصلا اللي نحته، وبالتالي هو اللي هيكون عنده الابداع كله. والنحات كان مين؟ ايوه هو انا. وبعد ما اصحابنا كلوا ناموا كانت حاطه لهم منوم. بعد ما اتاكدت ان هم نايمين سحبت هياكيمورو وكانت خلاص قربت توصل عند الشيطان، الا ان دورورو فاق بسبب الكوابيس وتتبعها وقدر ان هو يوقفها له وكمان يصحي هياكيمورو اللي بيحرر نفسه وبيهجم عليها، فبيتفاداه وبيوصل عند التمثال. مورو اول ما بص عليه اتاكد ان شيطان فاتحرك بقى علشان يطير دماغه، فالشيطان بينفخ نفخه واحده وديت بتنزله قدام السيف خلاص هيطير دماغه، ولكن على اخر لحظه بيتفاداه وبينزل جوه الشلال اللي حس منه بكميه ارواح لا حصر لها تم قتلها بسبب الشيطان. فقام طلع وهجم على الشيطان وكسر ايديه. لسه بيكون هيكمل عليه لان هو بيسمع صوت امه، ايوه وكاكو هو اللي عمل كده، بيفتح ايديه وبيقول له تعالى في حضن امك يا حبيبي. فقام قايل
بيقول له كفايه استعباط يا اوكاكو، ودوت اللي خلاه يستغرب انت ما تعرفش شكل امك ولا ايه. بيتضح ان ديت احد القدرات اللي الشيطان اداها له، بيتجسد على اشكال الاشخاص اللي اعزه بالنسبه لخصومه، ودوت بالظبط اللي حصل مع دورورو. اوكاكو اتجنن واستخدم قدره كمان من قدرات الشيطان وكتف هياكيمارو وجابه على الارض، خلاص هيبعته للشيطان علشان يقطع وشه. قام دورورو ظهر من وراه وحضنه وقال له كفايه بقى، انت ايه اللي بيخليك تتمادى للحد ده؟ انت عارف انت قتلت كام شخص لغايه دلوقتي؟ وفوق كل دوت انت وشك كامل من مجاميعه، ولا انت خلاص بقيت اناني لدرجه انك بتضحي بالبشر اللي زيك علشان مجرد تمثال ملوش اي 60 لازمه؟ ليه بتعمل كده؟ حط نفسك مكان الاشخاص اللي بيموتوا بسبب القرف اللي انت بتعمله. الراجل فعلا فكر في الكلام وعرف ان طول الوقت دوت هو كان بيعمل حاجه غلط، لسه بيكون هيساعد اصدقائنا، مش الشيطان مديله واحده مخلص عليه. هياكيمارو بيستشير غضب وبيحرر نفسه وبينقض عليه وبيقدر ان هو يدمر نص وشه. الشيطان بيتحرك بيحاول يسيبه الا ان دوت بيتفاداه، الضربه بتيجي في وشه وبتخلص عليه، قتل نفسه والروح الشريره بتختفي بالكامل. واوكاكو اخر كلماته بيقولها لدورورو ارجوك سامحني، وبيبخر بكل ما تحمله الكلمه من معنى. وبعدها راحوا للينابيع الساخنه علشان يفكوا عن نفسهم، وهناك لقوا العجوز مستنيهم. قال لا هو انت بتسهر منين يا عم؟ هو بيكون معاهم عيلين وراجل عجوز. العيلين دول بقى بيقولوا لدورورو هي ايه الخريطه اللي على ظهرك دي؟ الواد ما بيكونش فاهم هم قصدهم ايه، ولكن بعد ما بيخرج بيتاكد من العجوز. هو بيقول له شكل كده ان ابوك وامك سايبين لك كنز يا معلم. في لحظتها هي بتتذكر نفس الخريطه اللي كانت مرسومه على ظهر امها، اللي بتقولها انت لازم تحفظيه زي اسمك، لا وكمان تحميه، هو دوت اللي ابوك ضحى بحياته علشان يجمعه. الاب بيقول لهم صح ده انا كنت ناسي، بس مش مهم انا هعمل ايه يعني بالفلوس. اما العجوز قال له فكر في الموضوع، الفلوس بتفتح ابواب كتيره جدا وبتخليك ما تفكرش في الاكل الميه المأوى وما الى ذلك. باختصار انت في ايديك شيء عظيم جدا وهيفتح لكم ابواب ملهاش اول من اخر، فعايز تدور عليه دور، اما بقى لو مش عايز وكل اللي فارق معاك انك تدمر بلدة دايجو هيكون الموضوع مختلف تماما، فاعملوا اللي انتوا عايزينه بقى. وبيسيبهم وبيمشي والاتنين هم كمان بيستكملوا رحلتهم. دورورو في الطريق بيقول له انا مش عارف اعمل ايه، هل اروح لمكان الكنز اللي ابويا وامي ضحوا بحياتهم علشانه ولا اكمل معاك؟ فبيقول له انت حر، انا كده كده مكمل في رحلتي في قتل الشياطين. الواد لسه بيكون هيتكلم عن مشاعره كده، قام دوت ملاقيه في اخر الشارع، دوت اللي صاحبي بيعمله معايا لما اجي اكلمه في حاجه مضايقاني. المهم بيظهر روحين ولكنهم ما يكونوش شياطين، واحد بيختفي اما العملاق دوت بيجري على دورورو وبيقول له انا جعان اكلني يما. بينادى على مارو وبيقول له سعيد نام، قايل له دوت مش شيطان فمش هيأذيك. بيوصلوا لاحدى المعابد والروح اللي على شكل انثى بتظهر وبتشاور اللي هي كيمارو عن نقطه كده، الواد بيحط ايديه وبيشمها طلع زيت. في وقتها بيظهر احدى الاشخاص فالاتنين بيختفوا، اللي بيقول لهم بما انكم مسافرين فبعرض عليكم انكم تيجوا تقعدوا في القريه بتاعتي، لانكم لو قعدتوا هنا هتموتوا بسبب ان المعبد دوت اصلا مسكون. هي كيمارو لما بيبص على روحه بيلاقيها طيبه ولكن برضه فيها شويه خباثه. هو بيقول لهم بنظره حد انا عايز اسمع قصتكم. بيروحوا معاه ودوت بيقدم لهم كل ما لذ وطاب. دورورو بيسالوا ايه قصه المعبد دوت، فبيعرفهم ان المعبد دوت كان فيه راهبه واطفال، والراهبه ديت ما كانتش بتعلمهم، دي كانت حرفيا مخليهم عباره عن عبيد عندها، ولما كانت بتحتاج فلوس كانت بتبيع جزء منهم. وفي احدى الايام نزلت صاعقه على المعبد دوت حرقته بكل اللي فيه، ومن وقتها في اشباح كتيره بتظهر، ولما حد من الكرويين بيروح هناك بيموت. هي دي بقى قصه المعبد، يلا خش نام والصبح نبقى نكمل. الاتنين بقى ما كانوش مصدقين اي حاجه اصلا من اللي هو قالها، وفجاه في شيطان على شكل دوده هجم عليهم. هي كيمارو بيتجهز وبيبدا ان هو يقطع فيه، خلاص هيقتله لان في فراشه على شكل شيطان بيظهر وبتاخد الدوده وبتهرب. وبتروح عند زعيم القريه اللي اسمه ساباني وبتقول له ما عرفناش ناكلهم لان واحد منهم قوي بطريقه مش طبيعيه، شكلنا كده هنأجل الوليمه شويه. وتاني يوم بيقعد معاهم وبيديهم اكل وبيتكلم معاهم بكل وديه، وبيرمي كلمه كده من تحت لو حاولتوا انكم تجمعوا معلومات محدش هيفيدكم، لان زي ما انتم شايفين كده احنا قاعدين في مكان يعتبر عباره عن صحراء. المره دي لما مارو بيبص على روحه بيلاقيها نقيه 100%، ودوت اللي مخليه مستغرب. بعد ما خلصوا اكل الواد قال لصاحبنا ان هو رايح يجمع شويه معلومات يمكن تفيدهم، علشان انا مش مصدق الراجل دوت قوي. فبيقول له براحتك. الواد بيطلع فعلا وبيلاحظ ان اهل القريه بيحبوا بعض جدا، وكمان بيعرضوا على الغريب ان هو ياكل معاهم. الواد بيوافق وبيسال العجوز ديت عن المعبد المحروق اللي هناك ده، لكنها اول ما بتسمع الاسم بتسيبه وبتمشي. والقرويين كانوا بيبصوا له بغرابه، بيحاول ما يديش للموضوع اي اهميه ولكنه ما بيقدرش. بيوصل للغابه وبيلاقي هناك بيت شكله جميل جدا، بيخش يتفحصه بيلاقي باب سري بيفتحه وبوم في حد بيديله بالرجل بيدخله جواه وبيقفل عليه الباب. نروح بقى لهي كيمارو اللي بيكون بيراقب زعيم القريه اللي بيعمل نفسه مش واخد باله منه، ولما بيوصل على اعلى حته في القريه بيقول له اظهر انا عايز اتكلم معاك شويه عن القريه. بيطلع ودوت بيقول له القريه ديت اهم حاجه بالنسبه لي، وانا عندي استعداد ان انا اضحي بنفسي علشانها، وعلى فكره انا عارف انك جاي هنا علشان تقتل الشياطين، بس خليني اعرفك ان انا مش هخليك تعمل حاجه شبه كده، لان هي اصلا اللي بتحمي القريه، لان في فتره من الفترات القريه ديت كانت عباره عن جحيم وساحه حرب، وبسبب كده كنا حرفيا في مجاعه ملهاش اول من اخر. وفي وسط منايا ظهرت قدامي احدى الاشباح وقالت لي
خليني اعيش معاكم وانا هحقق لكم كل حاجه انتوا عايزينها. انا قبلت بالصفقه على طول، وفعلا ما هي الا ثواني معدوده واللصوص والحشرات والحروب كله انتهى، والقريه بدات ان هي تتنفس. وعلشان اتاكد ان هي مش تبعد عني اتجوزتها، ولذلك انا مش هسمح لك انك تقتل الاشباح ولا الشياطين. فبيرفع عليه السلاح وبيقول له انا هقتل اي شيطان يقف قدامي. وروح الزعيم بدات ان هي تتلوث. نروح لدرورو اللي بيطلع عليه شويه اشباح. الواد بياخد ديله في اسنانه وبيحاول يخلع، الا انهم بيمسكوا الواد. خلاص افتكر ان هو هيموت، لكن بيظهر الشبح العملاق وبيحميه، وبيستخدم قدرته وبيخلي الاشباح تبعد عنه، وكمان بيوري له القصه الحقيقيه. اتاري يا صديقي ان زعيم القريه تم التحكم بيه من خلال الشبح اللي هو اتجوزه، وخلاه يروح للمعبد وقتل الراهبه اللي هناك وكل الاطفال معاها. وعلشان ما يسيبش اي دليل عليه ولع في بجاز. ارواح الاطفال بيظهروا وبيطلبوا من دورو ان هو ينتقم ليهم من زعيم القريه اللي بيقول لهياكيمارو انت لازم تستسلم لان انا محاصرك من كل الجهات. وبيظهر 2 من الفراشات الشيطانيه اللي بيهجموا عليه، بيتفاداهم وبيكون في كميه غضب وبيقول انت زيهم انت زيهم. وبضربه في الثانيه بيجيب الاثنين على الارض. بيخلص على الاول، ولكن الثاني بيقدر ان هو يهرب مع الزعيم بعد ما صاب هياكيمارو في كتفه. الواد بيقع على الارض مغمى عليه، اما الفراشه بتروح للقريه وبتشعل فيها النيران. وفي وسط ده كله دورورو بيوصل عند مارو وبيصحيه وبيعرفه الحقيقه المره. الاطفال ما ماتوش بسبب الراهبه، ماتوا بسبب زعيم القريه. وكمان بيعرفوا ان الشيطان العقل المدبر لكل اللي بيحصل دوت مستخبي في البحيره. وبحالتك ديت انت لو اتحركت علشان تتقاتل معاه مش هتعرف تعمل معاه اي حاجه، ولذلك بيديله الزيت اللي تم حرق بيه المعبد علشان يدوقوا للشيطان اللي كان متسبب في كل اللي بيحصل. وبالفعل هو دوت اللي بيحصل، وهياكيمارو بيولع فيه. بيحاول ينزل في البحر ولكن ما بيعرفش، وبينزل على القريه جثه هامده. وعلى اثر ذلك بيستعيد عموده الفقري. ولما بيرجعوا للقريه بيكون عباره عن خرابه مدمره بالكامل، ودوت بسبب الحريق وكمان الشيطان اللي نزل عليها. دورورو بيقول له ما اظنش ان احنا كنا لازم نتمادى للدرجه ديت، انا كل اللي فارق معايا قتل الشياطين لاسترجاع بقيه جسدي. اللي بيقول له على الحاله ديت انت من طريق وانا من طريق. هياكيمارو مكمل في طريقه وكان عارف ان هو هيجي وراه كده كده، ولكنه يا صديقي ما صابش في ديت المره دي. فعلا دورورو ما تتبعوش، اللي بيكون ماشي كده ما بين الحقول وبيظهر قدامه مين؟ ايوه المتسبب في حالته ديت ايتاشي، اللي بيقول له انا معايا النص الاول انا عايز النص الثاني اللي في ظهرك. بيتكلم عن الخريطه. الواد بينصعق وبيقول له هو انت عرفت منين اصلا ان احنا عندنا كنز مخبيينه، وجبت منين النص ده اصلا؟ مالكش دعوه، هتسلمها لنا بالحسنى ولا بالسيئه؟ قال له ما حدش يلمسني، وكشف عن ظهره اللي ما كانش فيه اي شيء. مش مهم كده كده هي محفوظه في دماغي، بس انا هاخدك معايا علشان تنورنا شويه. الواد كان عمال يلوم في نفسه لانه ما راحش مع هياكيمارو وصمم على رايه. يلا يا معلم البس. في الليل بيخيموا ويتاشي بيعرفوا ان هو كان عارف ان ابوه اصلا بيخبي فلوس من وراهم، ولذلك فضلت مراقبه اي حته كان بيروحها كانت رجلي بتتحط قبليه لحد ما اتاكدت ان هو شايل فلوس من ورانا، وكانت كتيره جدا كفيله اصلا ان هي تعيشنا ملوك لبقيه حياتنا، ولكن ابوك ما كانش بيطلع فلس من جيبه. علشان كده بعد ما امك ماتت انا رحت نبشت قبرها وخدت نص الخريطه والتاني اكيد عندك. وفي صباح اليوم التالي بيكونوا قدام الجزيره اللي فيها الفلوس، وعلشان يوصلوا لجزيره الهيكل العظمي محتاجين قوارب ما بيكونش معاهم، فبيبصوا جنبهم بيلاقوا احدى القريات المدمره. بينزلوا برضه وبيخشوا، ولكن هنا كانت الصدمه الكبيره. كلهم عباره عن جثث تم قتلهم على ايد قطاعين الطرق. ولما بيوصلوا على الشط بيلاقوا كل القوارب اللي هناك مدمره. ساعتها بيظهر لهم الشخص دوت اللي بيقول لهم لو عايزين تروحوا لاي حته قولوا لي وانا هوصلكم ليها، لكن في المقابل لازم يكون في اجر. فايتاشي قال له احنا عايزين نوصل للقبه اللي هناك ديت. قال له مفيش اي مانع، وركبهم على القوارب بتاعته. ولما بيسالوه عن المجادف اللي هتخليهم يتحركوا قال لهم ومين قال لكم اصلا اللي انا محتاجها؟ اتاري ان هو مخلي القروش تسحبهم. ولما بيسالوه انت مش خايف منهم بيقول لهم في حد يخاف من عيلته؟ طبعا الكل مصدوم. لا وكمان بيصدمهم اكتر واكتر لما بيعرفهم ان دراعه الموضوع دوت اكلهم للقروش علشان يكونوا تابعين ليه. يخرب بيت دماغك يلا. وعلى فكره انا مش ندمان اصلا. وهنا يا صديقي بيكشف لهم عن وشه الحقيقي وبيقول لهم انا هجيبها لكم على بلاطه. اللي قتل الكرويين كانوا القروش مش قطاعين الطرق، وزي ما فهمتوا كده بالظبط انا استدركتكم علشان تكونوا غذاء لعيلتي. دورورو بيقول له انت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ ازاي يوصل بيك الحال انك تخلي قروش تاكل بشر؟ فبيقول له مش مهم، اهم حاجه اللي انا اكل عيلتي لا اكتر ولا اقل. ايتاشي بيرفع على السيف وبيقول له رجعني مطرح ما خدتنا يا اما هتموت. قام دوت مصفر. القروش بتقف ودوت بيوجه كلامه ليهم وبيقول لهم انا جبت لكم غدوه حلوه النهارده. وبهم قلبوا احدى القوارب وفي ظرف اقل من دقيقه كان اكتر من 6 اتاكلوا. واحد من القروش الجميله بيجيب دراعه وبيقول للواد خد كل. فقام دوت قايل لهم خلوا لي وجبتي. وبعد ما خلصوا على اول قارب كانوا داخلين على التالي. قام دوت موقفهم وقال لهم خلونا نتعشى بدواب بالليل. القروش بتسمع الكلام وبياخد دواب بعضه وبيمشي وبيسيب عليهم احدى القروش كحراسه. ولما واحد من الجنود بيحاول ان هو يجدف القرش بيمنعه. ايتاشي بيقول
بيقول تبا للحياه، فعلا الفقر فقري، يعني انا اهرب من الساموراي علشان ينتهي بيا الحال اتاكل من القروش؟ وشكل كده ان هو استسلم لموته على الاخر، والجنود كانوا موافقين نفس الراي. لكن دورورو كان عنده راي تاني خالص، مخه اشتغل زي الكمبيوتر وجت في دماغه فكره جهنميه، وقال لتاشن هنزل للبحر واستدرج القرش، واول لما اديكم الاشاره عايزك تسحبني بكل ما اوتيت من قوه، وبكده هو هيظهر زي العبيط من غير اي دفاع. وهنا بقى هتيجي فرصتكم، هتنزلوا عليه كلكم بالسيوف هتقتلوه. بالفعل هو دوت اللي بيحصل. يخرب بيت دماغك يا عم دورورو، او يخرب بيت دماغك يعني مش مهم. وعلشان الخطه تكمل بالكامل ايتاشي بيسحب القرش الميت لحد اليابسه، وبكده بيتم استدراج الواد اللي بيمسكوه بيفضلوا يضربوا فيه. كانوا هيقتلوه لولا ان دورورو منع ايتاشي ان هو يعمل كده. بيقول للواد مش يلا بقى علشان تعرفني مكان الكنز، قام قايل له انا ما اعرفش اي حاجه. فقام ماسكه وخلع كل هدومه، ولما ظهره اتعرض للسخونه الخريطه بدات ان هي تظهر. خدوا منه النص التاني واتحركوا وكتفوا الواد. اما بقى اللي كان مرمى على الشط بعد ما خد الطريحه التمام بيفوق، وبيقول للقرش التاني انا عايزك تقتل كل اللي موجودين على الجزيره. ودوت بيصرخ معناه سمعا وطاعا. وعلى الناحيه التانيه بنروح للدكتور جوكاي اللي بيكون بيعالج المصابين وبيركب لهم اطراف صناعيه بدل اللي فقدوهم. ساعتها بيطلع عليه وحش شيطاني لسه بيكون هيقتله، ولكن هي الكاميرا بيتدخل وبيديله واحده في التانيه بيجيب اجله. الدكتور على طول بيتعرف عليه وبياخده بالحضن وخده معاه على الكهف اللي هو عايش فيه، وبدا ان هو يمسح الدم اللي على وشه وبيقول له هل دوت جلد حقيقي؟ فدوت بيبتسم له طب هل بتقدر انك تسمعني؟ فبيقول له انا سامعك كويس جدا. ودوت اللي بيخليه مصدوم، ازاي بتقدر انك تتكلم؟ هي الكاميرا بيحط ايده على وشه وبيقول له اي نعم انا مش بشوف ولكن انا حاسس بيك. وبيبدا بقى يحكي له كل حاجه حصلت معاه من ساعه لما سابه، وبيقول له كمان انا عايزك تركب لي رجل الصناعيه بدل اللي بايظه دي. للاسف انا مش هقدر اللي انا اعملها لك. طب ليه؟ انا لو ركبتها لك هتروح تقتل الشياطين من تاني. اي نعم انت هتسترجع جسدك بالكامل ولا هيشوفك هيقول عليك انسان، ولكن انت من جوه اصلا عباره عن شيطان. وواضح كده انك ما قتلتش اشباح وشياطين بس، انت اكيد قتلت بشر. وانا لو صنعت لك الصاج ديت يبقى انا كده بحرضك انك تتحول لشيطان، واكيد حاجه شبه كده انا مش عايزها تحصل. وبيدمر الصاج الاصطناعيه. الواد بيكون مصدوم بس مش من كلامه لان الكهف اللي هم فيه في حيطان بينزل عليه وبيسده بالكامل. نروح بقى الام هي الكيمارو اللي ما بيكونش ماتت، والطبيب قال ان حالتها مش خطيره. دايجو بيصرخ فيها وبيقول لها اياك تعملي الحركه الغبيه ديت مره تانية، فاهمه؟ فهي بتقول له مهما اتكلم انت مش بتفهمني خالص، انت متخيل يعني ايه اليوم اللي هو اتولد فيه خسر فيه كل حاجه؟ فهو بيقول لها كفايه هبل بقى وبيسيبها وبيطلع. بيجي له واحد من الحراس وبيقول له احنا قلبنا الدنيا عن هي الكيمارو ولكن ما لقيناهوش، بس لحسن الحظ احنا عارفين مكان الواد اللي بيكون معاه وهو دلوقتي في جزيره الهيكل. تمام عرف بقى تاهيمارو بالمعلومات ديت وقول له ابوك بيقول لك تكفل بالموضوع بالكامل. تاهيمارو اصلا ما بيكونش في القريه وعمال يدور على اخوه في كل حته، ولانه للاسف ما بيعرفش هو فين. بيحترق طريقهم احدى الشياطين فبيبداوا انهم يتعاملوا معاه. نروح بقى لبطل القصه اللي بيحاول ان هو يخرج من الكهف. الدكتور بيقول له ما كفايه كده كده عندنا اكل وشرب يكفينا لشهور، وكمان في فتحات هواء يعني مش هنموت من قله الاكسجين. صاحب بالمناسبه انت ليه عايز تسترجع بقيه جسدك؟ لان اكيد الجسم البشري مش هيديك نفس القوه اللي انت فيها دلوقتي، فاظن انك مش محتاجه في اي حاجه. فبيقول له انا محتاجه لانه ملكي، ولذلك علشان اقدر استرجعه لازم انا ابيد كل الشياطين عن بكره ابيها. انا فاهم انك عايز تسترجع جسدك من خلال قتلك للشياطين، ولكن انت كده في المقابل مش هتحارب بس الشياطين، لا ده انت هتقتل بشر ومنهم اعز ناس بالنسبه لك ابوك وامك واخوك، واكيد ساعتها انت مش هتكون بشري ولن يبقى بجوارك سوى الجثث الهامده، وبالتالي هتفضل وحيد لبقيه حياتك. اما قايل له لا انا معايا حد ولكنه مش موجود دلوقتي. اخيرا بيفتح مخرج وبيقدروا ان هم يخرجوا من الكهف. اول لما خرجوا بوم سرب من الوحوش الشيطانيه اللي بتتحرك على طول ناحيتهم، قام دوت سحب سيف ونزل ردم فحت فشخ فتق فيهم، قلب المكان لبركه دماء. الدكتور اللي كان شايف دوت كله كان حرفيا متضايق جدا لانه كان فاكر ان هو عمل نعمه، ولكن اتضح ان هي نقمه علشان بسببه تحول ذلك الطفل الرضيع الى آلة قتل لا ترحم. بعد ما الكيمارو خلص على الوحش بالكامل الدكتور بيجي علشان يودعه وبيقول له طالما انك معاك بشري ارجوك واطلب منه انك لو تحولت لشيطان يرجعك لانسان من تاني او حتى ما يخلكش توصل للمرحله دي. الواد بيساله عن اسمه، قام قايل له مش مهم انا مش شيء اصلا. قام قايل له لا انت امي وابويا واخويا وكل شيء بالنسبه لي، خلي بالك من نفسك. وبيسيبه وبيمشي وبيوصل لجزيره الهيكل اللي فيها دورورو. نرجع لتاهيمارو اللي بيكون بيتقاتل مع احد الشياطين هو ومساعدينه، بيقدروا ان هم يخلصوا عليه ولكن بصعوبه جدا. لما بيغلب حماره بالكامل لانه مش لاقي اخوه في اي حته بيرجع للقصر. ابوه بيعرفه مكان دورورو، اكيد يعني هي الكيمارو هيكون موجود هناك علشان ينقذ صديقه، فبيجهز جيش علشان يروح يخلص على اخوه. شيران بيتذكر امه الميته وعلشان ما يخليش المأساة تحصل مره تانية خلى القرش الحي ياكل الميت. بالفعل بيعمل كده وحجمه وقوته بتزيد جدا جدا، واول امر بيديهوله روح يقتل الواد الصغير دوت. فعلا بينقض عليه ولكنه بيقدر ان هو يتفاداه بالحظ. بينقض عليه المره الثانيه خلاص هياكله، بس انت فاكر ان دوت هيحصل؟ لا والله هي الكيمارو
بيكون وصل وتصدى ليه وبيقول للواد انا جاي هنا علشان انقذك. وبنعرف يا صديقي ان القرش دوت اتحول لشيطان اللي بيتعدل وبيفضل يهجم على هياكيمارو. بيحاول يتفاداه ولكن دوت بيقرمه من رجله فبيرشق السيف جنبه دوت عمال يفرفر ويخبط في كل المكان. قام دوت مثبت السيف في جسمه وفضل يضرب فيه لحد ما جابه جثه على الارض. ولذلك رجله الصناعيه الشمال بتنبط مكانها رجل حقيقيه. دورورو لما بيجيله الفرصه بيروح يحضنه وبيقول له انا اسف ان انا سبتك. فدوت بيقول له ولا يشغل بالك يا معلم. شيران اللي كان مرمي على الشط يعتبر جثه هامده بيقول له لهياكيمارو انت هتستفيد ايه لما تسترجع بقيه جسدك. قام دوت ما ردش عليه وخد الواد وانطلق ورا ايتاشي اللي بقى في تلك الاثناء بيقدر ان هو يحدد مكان الكنز. 2 من الاتباع دخلوا الكهف علشان ياخدوا الحاجه المنشوده ولكن بالغلط بيدوسوا على الغام وبوم جثثهم بتتناثر في كل المكان. صدمه بكل المقاييس. الكل خاف الا ايتاشي اللي قال لهم يا اما ناخد الفلوس ونرجع سالمين غانمين يا اما نموت مفيش حل تالت. ولما بيبص على المينا بينصدم. ايوه تاهيمارو وصل هو واتباعه ولما بينزلوا بيديهم امر يقتلوا الاخضر واليابس. فبيقولوا له سمع وطاعا سيدي. رصدوا اتباع ايتاشي قتلوا منهم 2 دوت على طول بياخد ديله في السنه هو والبقيه. كمان بيحددوا مكان اصدقائنا لسه بيكون هيقتلوهم الا ان دول بيوقفوهم. بيفضلوا يهربوا بيوصل بيهم الحل ايتاشي اللي بيقول له فعلا كان زابوك موجود هنا على الجزيره. فبيقول له مش مهم يلا بينا نهرب من هنا يا اما هنموت. فبيشغلوا دماغهم وبيستخدموا المتفجرات اللي موجوده في الجبل وبتشتت الجنود. بيحاولوا يهربوا بقى في تلك الاثناء ولكنهم بيتم محاصرتهم بالكامل. الخطه بدت بالفشل. هياكيمارو حس بتاهيمارو الاثنين سحبوا سيفهم وبداوا الاشتباك. والمشكله بقى المره دي ان تاهيمارو ما كانش لوحده لانه معاه الاثنين مساعدينه. واحد عامل زي البغل بيستخدم بنيته اما الثاني بيستخدم الاسهم من بعيد. اي نعم هياكيمارو بيتصدى ليهم ولكن بيكون منهك جدا وبيسال اخوه انت ليه عايز تقتلني للدرجه ديت لان وجودك في حد ذاته بيهدد البلد بالكامل. الثلاثه بيهجموا عليه في نفس اللحظه وبيقدروا ان هم يسيبوه في كتفه لو كمان يكسروا السيف بتاعه. وعلى الجانب الاخر البقيه بيكونوا بيهربوا ولكن برضه بيتم محاصرتهم من كل الجهات. ايتاشي بيقتل اول واحد بالسيف وعلى اسر دوت بيتغربل بعدد لا يحصى من الاسهم. فدورورو بيرمي عليهم التماثيل ديت بتنزل عليهم تجيب اجلهم. بعدها بيبدا يسند ايتاشي علشان خلاص قربوا يهربوا ولكن المتخلف بيجي لهم بعد ما لم كل المتفجرات اللي في الكهف ورمى عليهم شعله بوم. الجبل كله بيبدا يتدمر. في صخره عملاقه بتكون نازله عليهم ولكن ايتاشي بيضحي بنفسه علشان ينقذ دورورو. نرجع لهياكيمارو اللي الثلاثه بيكونوا متكترين عليه فبيضطر ان هو يسحب سيفه الثاني. العملاق بيكون عمال يضرب فيه ومش رحمه نهائي. في الاخر بيقدر ان هو يبعد عنه وبيروح عند تاهيمارو وبيزنقه في الشجره وبيقول له ليه انت عدوي. فبيجاوب على سؤاله وبيقول له انت هتموت. وبيستكملوا الطحن في بعض وشكل كده ان المعركه وصلت لذروتها. خلاص في واحد منهم هيخلص على الثاني ولكن بسبب الانفجار اللي حصل الحطام بيوصل لغايه عندهم وبينزل على كتير منهم بيقتلهم والباقي بيحاول يهرب. هياكيمارو بيقدر ان هو يحدد مكان دورورو اللي كان في الكهف اللي في الفلوس. ايوه فعلا كانت موجوده وقبل ما يمشوا البنت خدت شويه فلوس هتنفعهم في الطريق. وبكده المعركه ما بين الاخوين للمره الثانيه ما بتستكملش. وبما انه يعتبر ان سيوف هياكيمارو ما بقوش نافعين فبيدوروا على احدى الحدادين وبعد لف كتير جدا بيلاقوا واحد من امهر الحدادين. بيوصلوا له وبيعرضوا عليه ان هو يعمل لهم السيوف وهو بيوافق. وهم هناك في شيطان بيظهر وبيتحكم بهياكيمارو من غير ما حد يشوفه. وبنت الحداد اول لما شافت هياكيمارو وقعت في حبه يا معلم وطلبت منه الجواز. والغريب ان ده هو بيوافق. دورورو بيصرخ فيه بيقول له انت بتقول ايه يا عم انت احنا ورانا رحله عايزين نسترجع بقيه جسدك. فبيقول له مش مهم انا هتجوز يعني هتجوز. ولما البنت بتساله انت عارف يعني ايه جواز اصلا فبيقول لها لا. بتكون عايزه تقول لهم في داهيه انتوا الاثنين ولكن الغريب بتهنيهم. قال لا هو انا ايه اللي بقوله دوت. المهم بقى العروسه اللي بالمناسبه اسمها كاكو بتجهز يا صديقي للفرح وبتلبس الفستان. خلاص تم تحديد ميعاد الفرح. دورورو كان هيتجنن هو ايه اللي بيحصل دوت. فرح للحداد يمكن يوقف الفرح دوت ولكن الغريب ده ولا فرق معاه اصلا بنته ولا فرح ولا اي شيء. اهم حاجه بالنسبه له هي صنع السيوف وفلسفته غريبه شويتين. اي نعم انا بصنع السيوف ولكن مش عشان القتل انا بصنعها لتوقيف الحروب. الواد بيقول له طب ما احنا ممكن نكون مجرمين. فقال له لا السيوف اللي انتوا كنتوا جايين بيها ديت مش سيوف ناس بتقتل بشر انتوا بتقتلوا شياطين ولذلك انا بصنع لكم دلوقتي السيوف. دورورو في لحظتها بيدرك ان هو بيقول عكس اللي كان عايز يقوله. يعني مثلا لو عايز يقول هيقول لا. فهنا بيفهم ان في شيطان هو اللي متحكم في هياكيمارو. راح لنفس المعبد اللي هم جم فيه هنا اول مره ولقى فعلا موجود الشيطان. هدفه بالطوبه جابوا الارض. في لحظتها العروسين بيوصلوا. دورورو على طول بيقول للمارو دوت الشيطان اللي متحكم فيك وبيخليك تعمل عكس اللي انت عايز تعمله فيلا روح اقتله. بالفعل بيتحرك وبيكون خلاص هيقرب منه ولكن دوت بيتحكم بيه وبيخليه يعمل العكس. خلاص دورورو هيموت ولكن الحداد بيتدخل على اخر لحظه وبيديله ضربه بيخلص عليه. وبكده بيفوقوا من التاثير اللي عليهم هياكيمارو
مارو بيقول للعروسه انا مش هتجوزك طالما ان كده كده في فرح هيحصل، فبدل العريس لا اكتر ولا اقل. فواحد من القريه بيجي وبيقول لها انا بحبك فسيبك من الكلب ده، فهي بتوافق على طول. وبعد فتره السيفين بيكونوا خلصوا، الواد بيركبهم وبيكونوا عاجبينه جدا وبيكملوا في رحلتهم. اما بقى على الصعيد الاخر اراضي دايجو بيكون حرفيا حالها يصعب على الكافر، سدها الاوبئه ومفيش محاصيل والناس بتموت واحد تلو الاخر من الجوع. تاهيمارو ادرك ان كل اللي بيحصل ده بسبب اخوه لانه عمال يقتل في الشياطين. في اب بيجيله هو شايل ابنه حرفيا على شفير الموت، بيطلب منه اي لقمه يمكن تخليه يعيش، فبيطلع لقمه صغيره وبياكلها للواد، وعلى اثر ذلك بيفضل عايش. الواد بيقسم ان هو لازم يقتله باسرع وقت ممكن، لان لو فضل الحال على كده كلهم هيموتوا. صحابنا بقى بيوصلوا لمكان جديد وبيكونوا مستمتعين على الاخر، ودوت بسبب المنظر اللي قدامهم اللي يشرح القلب. بس الوضع ما بيدومش على حاله، بيجي لهم واحد اسمه سابو اللي بيقول لهم انا سمعت انكم بتدوروا على الوحوش علشان تقتلوهم، على فكره انا زيكم، في وحش موجود هنا بقالي 6 اشهر بحاول اقتله ولكن مش عارف، وشايفين ان دوب اللي على صدري ديت هو المتسبب فيها. طب يا عم انت طالما انك مش ند ليه عايز تقتله؟ فبيعرفهم ان هو قتل امه لا وكمان كلها، وعلشان كده انا لازم انتقم منه. وبياخدهم على المكان المنشود اللي بيظهر في الوحش. هي كيمارو بيحس بروحه ايوه دوت شيطان، فبيسحب سيوفه وبيتحرك، الا ان الشيطان بيبادر باول هجوم بيتفادى. في وسط ده كله بيظهر افعى عملاقه قدام ضروره خلاص هتاكله، الا ان مارو بيحميه. وفجاه سابو هو كمان بينقض عليهم. قال لا هو انت ايه اللي بتعمله دوت؟ فبيقول لهم انا لو قتلت الشيطان امي مش هترجع، ولذلك قررت ان انا اتعاون معاه، وكمان بستدرج الحمقى اللي زيكم وبخليه ياكلهم، وفي المقابل انا بحس بنشوه ليست بطبيعيه. طلع شخص سادي بيستمتع بتعذيب الاخرين. الوحش بينقض على الاثنين ويقولوا ان هم تفادوه كان زمانهم متقطعين، وبسبب ان الشيطان خبط في سفح الجبل فالاثنين بيقعوا، بيغموا عليهم، ولما بيفوقوا دراع ضرورو بيكون محشور ما بين الصخور. مارو بيحاول يخرجه له بكل موت من قوه ولكن بدون اي فائده ترجى. وهنا كانت الفاجعه، المكان اللي هم فيه بيتسرب له ميه، الواد بيحاول يخرجه للمره الثانيه ولكن ايده بتتكسر وسرسوب الميه عمال يزيد، وفي الاخر بتغطيه بالكامل. هي كيمارو عمال يصرخ مش عارف يعمل ايه، وفي وسط ما هو منهار بيظهر العجوز اللي بحركه عنكبوتيه بيخرج الواد. بطلنا في لحظتها بص على العجوز وادرك ان هو لازم يسترجع جسده باسرع وقت ممكن، فاتحرك زي الوحش لحد ما وصل لسابو والشيطان اللي بيهجم عليه، فبيغرز السيفين في صدره وبيفضل يقطع فيه. سابو ساعتها بيتدخل وبيقول له هو انت ازاي مش خايف منه؟ فبيطنشه وبينقض على الوحش زي الاسد، وهي ضربه في الثانيه كان قاسم وشه جابه على الارض خلاص هيديله القضيه، ولكن سابو بيوقفه من خلال ان هو زرع ايده جوه السيوف وبيقول له انا كنت بتمنى ان انا اكون زيك. وبنعرف منه ان هو كان بيتدرب ليل نهار علشان يحمي امه، لكن وقت الجد معرفش يعمل اي حاجه قدام الشيطان اللي ظهر قدامهم بدون اي سابق انذار، وعلشان ينجو ضحى بامه. رجع للقريه والندم مغرقه من ساسه لراسه، واللي زود الطينه بله هو كلام الكرويين اللي كان زي السكاكين اللي بتقطع قلبه. وعلشان يكسروا نفسه راحوا له وقالوا له تعالى ننتقم لامك. راح معاهم فعلا، بس اللي حصل اولاني حصل تاني، ومن ساعتها وهو خدام عند الشيطان. نرجع للواقع بعد ما بعد عنه قال له في النهايه انا مش هكون زيك، وخلى الوحش ياكله واندمج معاه وقوته زادت جدا وقام انقض عليه. بس على مين؟ ده عمك وعمك جامدين. بعد شويه بنشوفه وهو مقطعه اجزاء صغيره مرميه على الارض، خلاص خلص عليه ولكن مفيش اي حاجه بترجع له من جسده، ودوت اللي بيخليه مش طايق نفسه، وفضل يخرم في الشيطان وبيقول له ما ترجحولي، دوت جسدي مش ملك لاي حد. الواد خلاص طفح بيه الكل وعايز يسترجع جسده باي طريقه، وبينما هو عمال يقطع فيه ضروره بيحضر وبيشوف المنظر المرعب دوت، فبيجري عليه وبيقول له ارجوك كفايه ارجوك كفايه. الواد بيهدى فعلا وبيعرف ان الشيطان ال 12 ما خدش حاجه من جسده، ولذلك هو لازم يروح له برجليه. الصبح السبح وضروره بيحاول يوقفه لانه لو راح هناك هيتحول لشيطان وهيقتل كل عيلته، وعلشان كده ما تخليش الغضب هو اللي يتحكم بيك. ولكن ده لا حياه لمن تنادي، ومكمل في طريقه زي القطر. نسبقه احنا بقى ونروح لدايجو اللي بيوصل له تقريرات مخيفه في اوبئه جديده ظهرت من تاني. فتخيل بيعمل ايه بقى يا معلم علشان يوقف الوباء دوت؟ بيدي امر لاتباعه روحوا اقتلوا كل اللي موجودين هناك علشان الوباء ما ينتشرش. فهل الوضع على كده هيتحسن؟ لا والله. بيجي له واحد من الجنود وبيعرفوا ان جيش اساكورا كل يوم ورا التاني قوته عماله تزيد، وشكلنا كده هنخش في حرب اهليه، وعلشان يقدروا ان هم يتصدوا للكارثه ديت بيجندوا كل المزارعين. دايجو لسه بيكون هينبسط ام بوم خد ديت في وشك. هي كيمارو راجع للقريه ودوت كان خبر من الجاسوس، والفتره اللي هو هيرجع فيها ديت هتكون الحرب بدات
فتحت ما بين ساكورا ودايجو. تايمارو بيتدخل وبيقول انا هقتله حتى لو دوت هيكلفني حياتي. هياكيمارو ودورورو بقى وفي تلك الاثناء بيكونوا وصلوا لحدود القريه. الشخص دوت بيقول لهم لو انتم مش من سكان دايجو فانتوا لازم ترجعوا افضل لكم لان الحرب قربت تبدا. كمل في طريقه ولكنه سمعوا الراجل بيمسك ايده قام دوت رافع عليه السيف وقال له احسن لك ابعد من طريقي دلوقتي وحالا. الراجل بيقع على الارض وبياخد ديله في اسنانه. كمل في طريقه دورورو بيحاول يمنعه وبيقول له انت مش سامع الراجل كان بينصحنا بايه؟ فقال له مش مهم، انا لازم اروح علشان اقتل كل اللي موجودين هناك، انا لازم استرجع جسدي. دورورو قال له انت لو رحت انا مش هقدر اجي معاك. فقال له ليه؟ ايه الغلط اللي انا برتكبه علشان عايز استرجع بقيه جسدي؟ انا كمان عايز احس بايدي، عايز اشوف، عايز احس بمشاعر اللي قدامي. البنت بتعيط وما كانتش عارفه تعمل ايه. نروح لموتسو مساعده تاهيمارو اللي بتتصاب بالوباء ولكنها ما بتعرفوش. فبالليل بيخيموا استعدادا للحرب. وبنعرف بقى يا صديقي ان موتسو ديت هي واخوها يوجو كانوا عايشين في فتره الحرب والاب والام ماتوا فيها وبالتالي تم استعباد الاثنين وكانوا خلاص هيموتوا من الجوع لحد ما دايجو اكتشف موهبتهم الفطريه فخدهم معاه وعلمهم في القصر معاه وموهبتهم بدات ان هي تنمو يوم ورا التاني وفي النهايه خلاهم مساعدين ابنه ولذلك الاثنين ما عندهمش اي مانع ان هم يضحوا بحياتهم لاجل سيدهم تايمارو. المهم تاني يوم الجيشين بيتحركوا استعدادا للحرب. الحرب الحقيقيه بقى كانت عند الثلاثه اللي بيقابلوا هياكيمارو اللي بيسحب سيفه وبينقض عليهم وبيحس ان السيف اللي اخوه بيستخدمه في حاجه غريبه. هيوجو بينقض عليه وبيحاول ان هو يسيبه ولكن مش عارف. المره دي هياكيمارو بيتفادى كل هجماته بيبعد عنه وبيوصل عند موتسو اللي بيرشق السيف في ايديها. هيوجو بيحاول ان هو يوقفه فيلا بيقطع له دراعه. تاهيمارو اللي كان شايف كل دوت من بعيد كان حرفيا هينفجر من الغضب. بيقوم بيحاول يعمل اي حاجه مع هياكيمارو ولكن دوت يابا خلاص تحول لآلة قتل بشريه. هي حركه في الثانيه الكومبو بيكمل بالرجل بيجيبه على الارض. الواد بيتدارك الامر وبيقوم بيشتبكم مره ثانيه بحركه خبيثه كده. تاهيمارو بيكون هيطير عين اخوه قام حصل العكس ورغم ان هو اتعلم عليه الا ان دوت مش عايز يستسلم وعايز يقتل اخوه حتى لو دوت هيكلفه حياته. خلاص هنشوف معركه حاميه الوطيس ولكن واحد من جنود دايجو بيتدخل وبيوقف المعركه. اللي راكب الحصان الابيض دوت بيكون معاه متفنجرات بيولع فيها وبينط من فوقيه وبيخلي الحصان ينتلك ناحيه هياكيمارو اللي بوم. الانفجار بيدمر المكان وهياكيمارو بيقع من سفح الجبل وبعدها بياخدوا دورورو معاهم. تاهيمارو بيصرخ فيهم وبيقول لهم هو انتوا ايه اللي بتعملوه دوت؟ الجندي بيعرفوا ان ابوه كلفه بمهمه سريه من غير ما هو يعرف. يلا بينا نرجع للقصر. قام دوت قايل انا مش هتحرك شبر من هنا غير لما اخد هياكيمارو جثه هامده. فالحارس بيضطر ان هو يخدره وبياخده معاه برضه. هياكيمارو بقى في نفس الاثناء دي بيكون واقع على الارض مش قادر يتحرك ولما بيبص قدامه بيلاقي الحصان سكنته روح شريره وبيتجمع بعد ما كان كل جزء منه في حته بيستخدمه وبيوصلوا لفوق الجبل بس للاسف ما كانش في حد موجود. هياكيمارو بيصرخ من كل قلبه وبيقسم ان هو يقتل اي حد بيعترض طريقه. تاني يوم هيوجو كان بيتعالج وبيسال عن اخته قام تاهيمارو قال له انا مش عارف. فراح سال الطبيب وهنا بيكتشف ان هي مصابه بالوباء. رغم دوت كان عايز يخش لها كان عايز يطمن عليها باي طريقه لكنها بتقول له انت لو دخلت انت كمان هتتصاب بالوباء وبكده محدش يقدر ان هو يوقف اخوك. الواد بيقتنع وبيقسم ان هو لازم يقتل اخوه مهما يحصل. دوت بيحارب علشان شعبه ودوت بيحارب علشان يسترجع بقيه جسده. دورورو بقى بعد ما خدوه اترمى في السجن بيحاول يخرج بس ما بيعرفش. فبتيجي ام هياكيمارو وبتخرجوه وبتقول له انا عايزك تعرفني كل حاجه حصلت معاكم في رحلتكم ولو عرفتك مفيش اي حاجه هتتغير. انت فاكره انت قلتي له ايه؟ ومش كده وبس لا ده انتوا كمان واقفين في طريقه علشان ما يسترجعش جسده اللي انتوا اصلا سالبينه منه. وهي ما كانش عندها اي اجابه. ساعتها بيسمعوا صوت حراس فالام بتخبيه وبعدها بتهربوا من المكان وقبل ما يمشي بتقول له قول لي لابني ان امك مستنياك. الواد كان ماشي بس الغريب ان الام قررت ان هي تروح معاه عايزه تقابل ابنها وتكلمه وش لوش وتعتذر له عن كل حاجه ما قدرتش ان هي تعملها له. موتسو بقى فضلت معزوله لوحدها واخر لما طفح بها الكيل قررت ان هي تتحرك لقاعه الجحيم. هيوجو وتاهيمارو بيوصل لهم الخبر فبيطلعوا يدوروا عليها بيوصل بيهم الحل قاعه الجحيم وبالفعل كانت هناك بتعمل صفقه مع الشيطان ال 12 اللي ما خدش اي جزء من هياكيمارو. البنت بتتكلم وبتقول له خد مني كل حاجه ولكن في المقابل انا عايزك تحمل بلاد زي ما كنت بتعمل في الاول. لكن للاسف الصفقه ما بتتمش لانه بيعمل صفقات بس مع ناس لدايجو. الصفقه بتتم على الرغم اصلا ان تاهيمارو ما عرضش عليه وبياخد في المقابل عيون اخوه. كده هياكيمارو هيضطر ان هو يقتل اخوه علشان يسترجعني. اللي بقى في تلك الاثناء بيكون راكب الخيل الشيطاني ونزل ردم فحت فشخ فتق في جنود دايجو واللي بيلمحوا بيمرجحوا وهو عنده سؤال فين دورورو. ولما حد بيقاوم بيكون مصيره الموت محروق. بيكمل في طريقه وهنا تاهيمارو بيقف قدامه هو والاثنين اللي الشيطان ال 12 يدهم دراعاته. هياكيمارو اول لما شافه عرف ان هو استولى على عينيه فبيقول له ازاي تتجرأ انك تاخد حاجه مش ملكك؟ رجعها يا اما
اما هتموت. قام قايل له على جثتي انا لازم احافظ على الصفقه حتى لو هضطر ان انا استولى عليك بالكامل يا هيكيمارو. وبتبدا المعركه، هيوجو بيهجم من اليمين فبيتصادف التانيه بتهجم من الشمال بيوقعوه من على الفرس. قام تايمارو مستغل الفرصه وهجم عليه، لكن دوت عمك يلا. حركه في التانيه بيركب على الحصان وبيقول لهم ازاي تتجرؤوا انكم تاخدوا حاجتي لو كمان عايزين تستولوا على جسدي، وبينقض عليه. ولكن تايمارو المره دي هو اللي بيقدر ان هو يصيبه. وفي وقتها الام ودورورو بيوصلوا للمعركه. الواد بيكون عايز يروح يوقفه، لكن العجوز بيقول له اياك، لانك لو رحت هناك اصلا مش هيتعرف عليك. من الاخر يعني الثلاثه دول يعتبر ان هم اتحولوا لشياطين، ولما يقتلهم هيسترجع بقيه جسده، لانهم عملوا صفقه مع الشيطان ال 12 اللي ما خدش اي حاجه من هيكيمارو. بتستكمل المعركه الفرس على الاخوه، اللي بتجيب هيوجو على الارض خلاص هتخلص عليه، ولكن بتتشتت بسبب صغرها، فالاتنين بيسيبوها اصابه مميته. بس ديت ما بتتاثرش وبتعض دماغ هيوجو لحد ما بتطيرها، والتانيه بتديها رجل خلاص قتلتها. لكن يا صديقي بسبب عقدهم مع الشيطان الاتنين مش بيموتوا، الاتنين بيتحركوا بكل دمويه رشقه واحده في التانيه جابوا الحصان على الارض جثه هامده، وهم كمان بيوقعوا ميتين. تايمارو بيعيط حسره وقهره على اعز اتنين في حياته، وبما ان الاخوين ماتوا فهيكيمارو بيسترجع ايد الاتنين، وبدون اي مقدمات مسك السيفين واشتبك مع اخوه. لكن الام ما سمعتش كلام العجوز وبتتدخل. الواد اول لما بيشوفها بيخبي السيوف وبيهرب من المكان وهو عمال يتذكر كلام الدكتور ليه. اي نعم انت هتسترجع جسدك من بره واللي هيشوفك هيقول عليك انسان، ولكن انت اصلا هتكون اتحولت لشيطان. الواد هيتجنن مش فاهم هم ايه اللي بيخليهم يحاربوه، هو كل اللي عايزه ان هو يسترجع جسده حاجه ملكه. تايمارو بيلحقه وبيقدر ان هو يوصل له. التحام السيوف والاشتباك بيستكملوا، والتفوق بيكون الاخ الكبير ودوت لانه استرجع ايديه، مدى الهجمات بتاعته بقت اوسع. وعلشان تتوقف المعركه ما بين الاثنين لازم واحد منهم يموت. والكرويين كان عندهم راي واحد وهو هيكيمارو يموت. ايوه شخص افضل من قريه بالكامل. دورورو بيتعصب بيحاول ان هو يخليهم يسحبوا كلامهم، لكن الام بتقول انتوا فعلا معاكم حق. في المقام الاول السلام بيدوم على تضحيه الاخرين، لكن برضه ما ننساش لو الاساس اصلا اتبنى غلط يبقى كده تدميره شيء سهل جدا. العجوز بيقول ان هي اللي خرج من هيكيمارو ديت مش هتهدى غير لما تولع الدنيا بالكامل. والوضع عمال يزيد سوء عند دايجو. في اكتر من 1500 جندي من جيش الساكورا قربوا ان هم يوصلوا للحدود، فبيضطر ان هو يتحرك بنفسه. انا اللي بتحكم بمجرى الاحداث، ما ينفعش اخسر قدام عيل نكره زي دوت، وانت يا تايمارو ما ينفعش انك تخسر قدامه. اللي بيكون هرب ووصل للقصر وبيدي امر باخلاقه، وبالليل اخوه بيقتحم المكان وبيدخلوا المره دي في معركه حميه الوطيس، ضربه من هنا على ضربه من هنا، ضربه من هنا على ضربه من هنا، والمعركه ما بينهم متساويه تقريبا. هيكيمارو بيقول له ديت اخر حاجه من جسدي، انا لازم استرجعها مهما حصل. قام قايل له ديت القلعه اللي انت اتولدت فيها وهتموت فيها. وبيستكملوا المعركه وسط النيران واللي كانت وصلت لذروتها. الام بقى على الناحيه الثانيه قالت انا لازم اتحرك، الاثنين اللي بيقاتلوا هناك دول ولادي. وبيكون الدكتور هو كمان وصل للقريه وبيقول لازم انا اوقفك يا هيكيمارو. الكل ضدك يا ابني. البنت هي كمان بتتحرك وبتقول انا لازم انا اوقفك، انت لو قتلت اخوك انت كده هتتحول لشيطان. مش مهم يكون عندك عين، مش مهم يكون عندك رجل، مش مهم يكون عندك اذرع، انا هكون كل شيء بالنسبه لك، بس ارجوك ما تتحولش لشيطان. الاخوه كانوا مستمرين في الضحك في بعض، وتايمارو حرفيا هيتجنن عايز يقتل اخوه مهما يحصل، وبيقول له دوت مكان انت ما ينفعش انك تكون هنا اصلا. فبيقول له ما هي حاجتي انا كمان. فبيتضايق جدا وبيقول له انت مالكش مكان هنا، وعلى الرغم كده ابويا وامي كانوا شايلين همك وما كانوش بيتكلموا غير عنك انت، اما انا كنت موجود قدامهم واكني مش موجود اصلا. انت اللي خدت مني كل حاجه يا هيكيمارو. فبيقول له انا ما خدتش منك اي حاجه، ده انت اللي كنت موجود هنا. فدوب بيتعصب وبينقض عليه وبيكسر بيه الارض، وعلى اثر ذلك بيتعور في جبهته، فبيغمض عين الاصليه وبيشغل عيون الشياطين. المعركه مستمره وديت مش معركه عاديه، ديت ملحمه اسطوريه ما بين الحق والباطل. انا عايزك يا صديقي تقول لي رايك في التعليقات، مين اللي صح تايمارو ولا هيكيمارو؟ في الاخر صاحبنا بيقدر ان هو يبعده عنه بضربه واحده بيكسر سيفه، على الرغم اصلا ان هو كان في ايديه يقتله. الواد بيقول له انت كان قدامك فرصه تقتلني، ايه اللي ما خلاكش تعمل كده؟ فيقول له ما اعرفش بس حسيت كده انك انت كمان تم استغلالك، وفوق كل دوت انت لسه اخويا الصغير. اما قايل له انا خسرت زي ما بخسر في العاده امامك. قام دوت نزل على ركبته ومبتسم في وش اخوه. تايمارو لسه بيكون هيقوم معاه والدنيا عسل في الطحينه، ولكن بوم الشيطان اللي 12 بيتحكم فيه خلاص هيستولى على جسده بالكامل. ولكن على مين يا لد عمك تايمارو؟ بيتصدى ليه وبيخلع عينيه وبترجع لهيكيمارو. بس انت فاكر ان الموضوع خلص على كده؟ لا والله، الشيطان بيظهر بنفسه غطى القلعه بالكامل، حاول يتحكم ببطلنا ولكن دوت تصدى ليه ورشق السفن بتوعه في نواته، خدع
بتتخلع من مكانها، وطبعا اكيد بتظهر الاصليه. الحطام بيكون خلاص هينزل عليه علشان يجيب اجله، ولكن الدكتور بيحميه ومعاه الام اللي بتحضنه. انا بحبك جدا وكان المفروض اضمك لحضني وما خلكش تبعد عني، ولكن حكمة القوي على الضعيف. والدكتور هو كمان بيقول له في داخلك انسان ليس بشيطان، وبيطلعه من المكان اللي هم جم منه. هي كيمارو بيفتح عينيه علشان يشوف الدكتور وامه لاول مره واخر مره للاسف. الحطام بيتساقط، الام بتروح لتايمارو وبتقول له انا اسفه اللي انا كنت ملهيه عنك، ولكن من هنا ورايح انا وانت هنفضل مع بعض للابد. وتتدمر القلعه ويسودها النيران من كل حته. هي كيمارو بعد ما خرج كان حرفيا قلبه بيتقطع من المنظر اللي قدامه. امه اللي شافها لاول مره معرفش ان هو يحميها. بعد ما خلص كل حاجه هي كيمارو بيروح لقاعه الجحيم وبيلاقي ابوه قاعد هناك مستني مديله ظهره وكانه عارف ان كان اليوم دوت هيجي، وبيقول له ايه رايك في البلاد اللي انا ضحيت بيك علشانها؟ هل هي كانت تستاهل اللي تخليني اضحي بضنايا وخليك برضه عارف كميه الدم اللي انسفت، وكل دوت بسببك. سبب مين يا عم؟ ده انت قص الخراب من ساعه ما الانمي بدا اصلا. بيكمل كلامه وبيقول له انا ما بحبش اتاكل لذلك هاكل، انا مش هتوقف عن عقد الصفقات مع الشياطين، فلو عايز تقتلني وترتاح مني يلا اعملها دلوقتي. الواد اتقدم عليه بالسيف وخبطه ولكنه ما قتلوش وقال له عيش كانسان وسابه ومشي. وكده تنتهي رحله هي كيمارو لاسترجاع جسده وبدء رحله جديده لاستكشاف انسانيته. ودورورو طبعا مش هتسيبه، وزي ما انا وانت عارفين يا صديقي ان النهايات مجرد مرايه للبدايات، فاللي بدايته كانت خير ونيته صافيه فربنا هيكتب له النهايه اللي هترضيه، اما اللي كانت بدايته شر واذى وما تابش عنها فنهايته هتكون صعبه زي البدايات. وافتكر دايما الكاس اللي سقط بغيرك مسيرك في يوم هتشرب منه. وبس صل على الحبيب علشان قلبك يطيب، واعمل لايك واشتراك وشوف الفيديو دوت قبل ما تخرج، ويلا دمتم في رعايه الله. سلام.